اهلا بيكم في تجربه جديده من تجارب فيديوهات بودكاست النهارده هنصورها في مكان جديد. اللوكيشن بتاعنا هو العربيه. الابيسود دي بجد متميزه من اول لوكيشن التصوير اللي باشمهندس محمد عبد السلام ما شاء الله اتخرج من جامعه طنطا وهو لسه فريش اشتغل في شركه فيليبس. اتمنى التجربه دي لينا جميعا. حاولت انقل لك تجربته وايه اللي حصل معاه عشان يدخل الشركه والانترفيو وكل البروسيس دي، نستعد ونجهز نفسنا ازاي وايه الكواليفيكيشنز اللي الشركات بتكون متطلباها. وبرضه حاولت انقل لك تجربه واقعيه فعلا من اللي هم بيشوفوه في يوم شغلهم بيمشي ازاي بالظبط، وايه الصعوبات وايه الحاجات اللي فعلا بتخنقه في الشغل. في نبذه سريعه عن اللي احنا اتكلمنا فيه، هسيبك تستمتع بالحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات البودكاست. بودكاست النهارده مع صديقي باشمهندس محمد عبد السلام. حبيبي ربنا يكرمك. وانا سعيد بجد بوجودي معاك النهارده. ما انا شاء اسعد والله الله يخليك. ما شاء الله يعني حضرتك اتخرجت من الكليه، وما شاء الله اشتغلت في شركه مالتي ناشونال على طول. فانا حابب انقل التجربه دي ان ايه اللي حصل معاك وكده، وبرضه نيجي الجزء بتاع الشغل اللي ما كنا شغالين فيه دلوقتي. اكيد. ننقل للناس طبيعه الشغل فعلا عامله ازاي، يعني التراب والعفر اللي احنا مش هتطلع قوي يعني في التصوير، وهيبان ان احنا بنصور في مكان جديد. برضه انا اول مره اصور في عربيه، برضه ده لازم تبقى متاحه اي حاجه. اولا كده عرفنا بنفسك، مين باشمهندس محمد عبد السلام؟ والله نبدا بسم الله. والصلاه والسلام على رسول الله. انا محمد عبد السلام، خريج هندسه منوف في جامعه المنوفيه، هندسه الكترونيات منوف في جامعه المنوفيه. اول دفعه طبيه تتخرج من هناك، من هندسه منوف. آه ده فيما يخص الكليه. شغال حاليا في شركه فيليبس، مالتي موداليتي فيلد سيرفيس انجينير. حاليا بالتحديد شغال في الموداليتي بتاع الام ار، وهنشرح قدام شويه ان شاء الله ايه هي الموداليتيز اصلا. يعني ايه موداليتيز؟ لان مش ناس كتير تعرف. بتبقى متخصص في يعني في اجهزه معينه. يعني هو اصلا الاجهزه متقسمه، كل جهاز بنقول عليه موداليتي. فالرنين موداليتي، انت بقى مالتي موداليتي اللي هو يعني شغال سي تي ام ار اي بالظبط. اكس انا راي. متعين مالتي موداليتي. طبعا انت اول ما بتشتغل ما بتشتغلش مالتي موداليتي مره واحده، ما بتشتغلش في كل الموداليتيز. انت بتشتغل في موداليتي واحد. فانا شغال ام ار اللي هو الرنين مغناطيسي. بعد فتره لما تبقى قوي شويه وملم بالموداليتي بتاعك، تشتغل حاجه كروس موداليتي. يعني تشتغل رنين ومقطعيه او رنين واكس راي. قدام ان شاء الله بقى لما تبقى خبره وكده تشتغل مالتي موداليتي بقى. عايزينك في اي مكان روح. زي الفل زي الفل. طيب. ده فيما يخص الشغل. ماشي. قبل الشغل شويه، انا لسه في الشغل جديد، ف برضه الحته دي هتفرق مع ناس. هي دي مهمه قوي بالنسبه لي، عشان كده انا فرحان بجد ان انا مصور معاك هنا. ربنا يكرمك. ان ما شاء الله يعني لسه داخل الشركه جديد وكده، ومش جديد قوي بس جديد بالنسبه للفيلد بالظبط. ولسه تجربتك طازه زينا، يعني احنا برضو في نفس السن تقريبا. يعني حاجه من الحاجات اللي فادتني بقى واهلتني كويس موضوع اني كنت متطوع في حاجات قبل الشغل واثناء الكليه. فهنقولهم كده الحاجات المهمه فيهم. كنت شغال حاجه اسمها instructional designer، مصمم عمليات تعليميه، في نشاط اسمه spreader skills. في حته عايز اقولها، انا بس مبدئيا محتاجين الناس اللي بتسمعنا دلوقتي تجيب نوت وقلم. النوتة اللي انت بتاعتك او اللي انت بتحبها، لو ما عندكش نوت قوم هات نوت دلوقتي وقلم، وفي اسامي هنذكرها لازم تكتبها ورانا. زي الفل. ليه؟ يعني انا وسام طالعين في البودكاست او في اللقاء ده علشان نضيف لك حاجه. احنا عايزينك تتحول من متلقي سلبي انت قاعد تسمع حد هبقى اعمل الحاجات دي، لمتلقي ايجابي. اكتب الاسامي اللي احنا بنقولها او اللي احنا هنذكرها ودور عليها، سيرش عنها، ممكن نبقى نحطها في الكومنتس وكده. ماشي. والاماكن دي احنا اتعلمنا منها، فاحنا عاوزينك انت كمان تتعلم منها. احنا مش بس عاوزينك تبقى بتسمع بيب توك وهنحفزك والشغل عامل ازاي ومش عارف ايه وانت ممكن تعمل ايه. لا، احنا عايزينك عايز تيبس عمليه دلوقتي اقدر انفذ. بالظبط. ده دلوقتي ماشي زي الفل. تمام. نرجع لموضوع كنا واقفين في الجزئيه بتاعت ان سبريد يور سكيل. نرجع لموضوع التطوع. انا كنت متطوع في سبريد يور سكيلز. ده نشاط طلابي بنشتغل فيه فور فري، ما بناخدش مقابل مادي. والتطوع يعني معظمه كده في تطوع بمقابل في اماكن معينه مالناش دعوه بيها.
كنت شغال حاجة اسمها مصمم عمليات تعليمية. أي كورس عاوز تشرحه لحد، بتصمم ازاي الكورس ده هيتشرح، ايه الكونتنت اللي هيتقدم، ازاي التقييم، العمليات التعليمية كلها. ده جزء قعدت فيه 2.5 سنين تقريبا. طيب كنت شغال طب معلش النقطة دي عشان برضه حضرتك ما ذكرتهاش، ان هي كانت تبع البايوميديكال ولا كان؟ لا، ما هو مصمم عمليات تعليمية ده عموما ملهاش علاقة بالبايوميديكال. والفايدة بتاعتها هنقولها برضه عشان انت برضه ماشي. اتفضل. احنا هندخل في معظم الحاجات تفصيليا قدام ان شاء الله. يعني نتمنى ان صدركم يسع ان احنا نتكلم فيها. كنت متطوع في اصدقاء مدينة زويل في الشرقية. كنت يعني رئيس، دي كلمة كبيرة، كنت رئيس لجنة التخطيط والتنظيم في اصدقاء مدينة زويل. كنت متطوع في، طبعا كنا بنعمل ايفنتس ليها علاقة بالبحث العلمي ده برضو بعيد عن بايو ميديكال. كنت شغال في حاجة اسمها المبتكر المصري الصغير. زي ما قلت لك واحنا بنتكلم، انا مهتم بالتعليم وتأسيس الأجيال الجديدة شوية تعليميا بطريقة كويسة. فكنت شغال في المبتكر المصري الصغير EYC. كنا بنعمل ايفنتس للأطفال، نعمل ساينس شوز وتبسيط علوم والكلام ده. كنت برضو حاجة شبه شارع العلوم قبل ما شارع العلوم يطلع. ما شاء الله شارع العلوم عامل حاجة عظمة الأيام دي يعني. كنت برضو مصمم عمليات تعليمية، بصمم الموضوع هيتعمل ازاي. تمام. مؤخرا بقى رحت اتطوع في الكلية شوية. الكلام ده بره الكلية خالص. لقيت نفسي بضيع في الكلية، فقلت لا بقى انا هتطوع بس جنب الكلية يعني. فاتطوعت في الاخر في نشاط طلابي اسمه نيتيفز. ده كان بيقدم انجليش للطلبة. يعني كانت معاناة الطلبة واحنا في الجامعة، يعني معظمنا كان حتى الشاطرين في الانجليش مش بيعرفوا يتكلموا انجليش شوية. فاحنا كنا عاوزين نكسر الحاجز اللي هو بينك وبين انك تتكلم انجليش. انت شاطر انجليش، عارف قواعد، عارف عندك حصيلة كلمات فوكابس كتير، بس ما بتتكلمش. انت اصلا ما اتكلمتش قبل كده، فانت ما تعرفش انت لما تتكلم هتعرف ولا لا. معظمنا لما بيجي يتكلم بيتكسف، ما بيعرفش، الجرامر بيدخل في بعضه. طبعا انت عقلك مش متعود انه يبروديوس انجليش. طب الحته دي بس عشان بقولها كتير، او هو يعني لا انا شفتها عندك، فاهم؟ لازم يعني مبدئيا كده، يعني البيزكس لازم يكون عندك انجلش كويس عشان تخش شركه مالتي ناشونال، صح؟ احنا ده هنقوله. انا بس عايز اتك على البوينت دي. ده لازم، صح؟ يعني انت لو ما عندكش انجلش كويس ما تجيش. ما تجيش. انت مش هتعدي من اول انترفيو. ماشي. بس بص يعني هنروح للحته دي سريعا خالص ونرجع نكمل. انت لو ما عندكش انجلش كويس، انت اول مكالمه بتجيلك لو انت مقدم في شركه مالتي ناشونال حاجه اسمها التالنت اكوزيشن. انا التالنت اكوزيشن اللي كلمني كان من تركيا، اسلي. اول ما كلمتني، hello محمد عبد السلام, I'm talking to you to make an appointment عشان نعمل انترفيو. فانت لو مش كويس في الانجليزي، اصلي لما هتكلمك انت ولا هتبقى عارف تسمعها، مش فاهم حاجه، ولا هتبقى عارف ترد عليها. ماشي. فانت اصلا مش هتعرف تحدد ميعاد انترفيو لو انت ما بتعرفش تتكلم انجليش وما بتعرفش تسمع. خلاص مش انت كده على النقطه دي بس، وهنجي الجزء بتاع الشغل، هنيجي بتاع الانترفيو ودخلت الشركه ازاي وكده. في الجزء ده بالتفصيل. ماشي. قلنا وصلنا لحد نيتيف، الجزء بتاع نيتيف. كنت متطوع في نيتيفز. بالظبط. طبعا في شويه نشاطات كده في النص برضو من الحاجات اللي اهلتني، بس دي الحاجات احنا عايزين حاجات المميزه يعني. طبعا من الحاجات اللي بتفرق معاك وانت طالب انك تدخل مسابقات او تشترك في مسابقات ليها علاقه بمجال الهندسه عموما لو انت في هندسه. فمن المسابقات اللي دخلتها انا في الكليه IEEE كانت عامله مسابقه اسمها STC سكول تو كوليدج. بنعمل روبوت فيزز معينه كده. الحمد لله يعني ربنا وفقنا وخدنا فيها مركز ثالث. وكانت مسابقه روبوتكس. بالمناسبه المسابقتين دول اي حد من اي جامعه ممكن يشترك فيهم، يعني مش مقتصرين على هندسه منوف اللي انا كنت فيها انه الطلبه اللي في هندسه منوف هي اللي تقدم بس. بالعكس كان بيجي طلبه من ثانوي، طلبه من اعدادي،
وطلبة من جامعات بره يشاركوا في المسابقة. يعني من الحاجات الجميلة جدا والحاجات اللي انت بتتعلم فيها كتير جدا، تكنيكال ونون تكنيكال. ف ده كده بسرعة خالص قبل ما اشتغل. ماشي. بعد ما اشتغلت واتخرجت الحمد لله، ماشي اتفضل. دخلت الجيش. اه ربنا ييسر الحال بقصة كده انا نحكيها انا وسام قدام. ان انا دخلت الجيش، انا اتأخرت فيه دخلت وخدت الجيش في الظابط. مستشفى. مم. احنا لا، انت ما عارف دي النص الاول. دي ما جاتليش دي النص انت ده. عارف النص الاول. احنا هنشرح كله. ماشي. هنقول للناس كله. اه. انا دخلت الجيش، ربنا ييسر ان انا دخلت في مستشفى. بس لما دخلت مم. طبعا كان في قسمين بايو ميديكال جوه المستشفى دي، قسم رئيسي وقسم في مستشفى اطفال. اه. انا دخلت الامن. فعملت مشاكل وبتاع. اه. ويمكن من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها كتير في الفيديو، الموضوع ده لما بذكره مع حد يقول لي ايه ده انت جبت واسطة. مم. احنا واسطتنا في الكام دقيقة اللي احنا هنتكلم فيهم معاكم هي ربنا عز وجل. فعلا حرفيا، عشان في ناس لما بنذكر الموضوع ده هيقول لك وصل. لا انت رحت مستشفى الجلاء العسكري بواسطة اه. اصلا. ايه ده انت كنت في الامن ورحت قسم الهندسة وصل. الطبية؟ لا بقى، ده انت واسطة جامدة قوي. الحمد مم. لله. الواسطة اللي انا كنت جايبها كنت قايل له وديني مستشفى الزقازيق العسكري وما رحتهاش. بس الحمد لله فلتت منه. ولما دخلت مستشفى الجلاء، في قاعدة في الجيش بتقول اللي بيدخل الأمن بيطلعش منه. مم. الحمد لله ربنا وفق واتظبطت بوظت القاعدة. ايه بوظت القاعدة. بوظتها. و... ورحت يعني قعدت شهر ونص كده في الأمن. مم. وبعد كده رحت قسم الهندسة الطبية الحمد لله. آه، الفضل بعد ربنا، لأن ربنا كان ليه فضل كبير قوي عليا في الموضوع ده. يرجع للضابط اللي أنا هكمل معاه بقى في قسم الهندسة الطبية. اسمه ايه؟ الرائد أحمد سامح. الرائد أحمد سامح ده من الناس اللي لازم في الفيديو نحط، يعني نشكره ونذكره. مم. انت عارف انت لما حد يضغط عليك في الجيش عشان تتعلم، احنا كنا نسمع لا انت بتضغط نفسيا ومش عارف ايه، اه. والجيش ده بيطلع رجالة بالضغط. لكن ان حد يضغط عليك مش تعلم. علشان تتعلم وتبقى شاطر، دي كانت مفاجأة. دي جديدة. اه. مفاجأة بالنسبة لي جدا. ف براحتك الجو حر. زي الفل زي احنا في الفل. الشتاء، بس الشتاء عامل نفسه مش واخد باله، يعني زي مش الفل. موجود. كويس. رحت قسم الهندسة الطبية. وبقى يعني كانت بالنسبة لي يعني تقريبا بتتعلم حاجات في نفس الاتجاه بتاعك. 10 شهور. اتعرضت بقى ل90% من الأجهزة الطبية، وأنا شخص ما أخدتش تدريبات كافية في مستشفيات أيام الكلية. اداك الجزء اللي انت كنت محتاجه. فكان في حاجات كتير معرفهاش. يعني وفي حاجات بقى بحكم انك ماسك كل حاجة في المستشفى، يعني كنت بتغير اسطوانات اكسجين مش عارف ايه. مم. اتعلمت كل حاجة من A to Z في دي حته كويسه على فكره. الحمد لله كان توفيق من ربنا. يعني اللي يعرف يجيب واسطه ينزل على الناس الزقازيق او ينزل اي مستشفى عموما، صح؟ دي حاجه هتفيده قوي. اتدرب في مستشفيتين 3 قبل ما تتخرج. انا قصدي الجيش، يعني فتره الجيش، اصل فتره الجيش فتره طبعا. رايحه، اللي هو بص هات واسطه واروح احنا هنتكلم قدام عن فترة الجيش. يعني عملت فيها يعني ما يقابل فترة الجامعة. زي الفل. ما شاء الله، عشان كنت في مستشفى وكان الضابط بتاعي عايز يعلمك، عايزني اتعلم. يعني الكيرف بتاع بايوميديكال في دماغي عالي قوي في الجيش. فاللي يعرف يدخل بعيدا عن واسطة او اي حاجة بقى، لو ربنا وفقك ودخلت مستشفى في جيشك، لا انت ان شاء الله يعني ربنا هيفتح عليك فتوحات كبيرة يعني. يا رب. قشطة زي الفل. بعد الجيش بقى في اخر 2-3 في الجيش، ربنا وفقني وقدمت في فيليبس. انا اتقبلت في فيليبس وانا في الجيش يعني. اشتغلت على طول يعني. ثواني بقى، ماشي. الحته دي عايز افهمها برضو بصراحه، يعني ايه تهمنا برضو شويه احنا كطلبه.
احنا برضو نفسنا نعمل نفس الحكايه دي، ان احنا ايه نتخرج برضو نشتغل في شركه، يعني ايا يكن فيليبس سيمنز مش عارف ايه الشركات اللي هي الكبيره او كده، برضو مش لازم حتى فيليبس وسيمنز بس يعني. بس برضو دايما يعني في اللوكال الوضع مش حلو، ما اكذبش عليك، في اللوكال انا ما حبيتهوش خالص. انت فيليبس بتتمرمط وبتتعب، بس يبقى في مقابل كويس، في مقابل معنوي، وفي في سيستم انت ماشي عليه كويس، في السيستم في حياه فيها في امتيازات ده كويسه اكتر حاجه يعني مميزه، مميزه فعلا. وبرده سالري كويس وكده. فانا نفسي برده ان الناس كلها نعرف البروسيس مشيت ازاي. يعني ايه اللي حصل معاك في الانترفيو او كده، الحته دي اللي قولها لنا برده ببساطه كده بسرعه يعني. بص، هو ما قبل الانترفيو مم. ما قبل الانترفيو موضوع فيليبس جه ازاي. مم. احنا خلينا على مهلنا يعني احنا المواضيع هتتداخل شويه تقلقش، أنا فيما معاك. يخدم ان احنا ناخد صوره كامله. ماشي، تمام. وانا معاك انا معاك. اولا انا اشتغلت في فيليبس، هنقول البروسيس بتاعت ان انا اشتغلت في فيليبس جت ازاي، ايه اللي اهلني اصلا ان اشتغل في فيليبس ده. مم. ده دي رحله اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الرحله الاول بسرعه كده مختصره. رحله هنقولها سريعا مختصره، بس لولا الرحله دي مكان. انت ما كنتش هتبقى في المكان ده. مظبوط. تمام. البروسيس بتاعت فيليبس مم. يعني من ضمن توفيق ربنا واحنا كنا بنقول، انا كنت لسه بقول لك ان انا كانت اصعب حاجه على قلبي ان انا ادخل الجيش اصلا، ما كنتش حابب كده خالص. احنا كنا بنتكلم في الجزئيه بتاعت ان يعني ربنا دايما انت بتفتكر حاجات مش هي احسن حاجه ليك، بالظبط. سبحان الله سبحان الله بتبقى في صالحك. يعني احنا كنا بنتكلم في الجزئيه دي بس مش يعني هينفع نقولها كلها دلوقتي. فهي كانت يعني كانت في صالحك ان انت تخش الجيش متاخر بالظبط. ف يعني انا دخلت الجيش، دخلت قسم بايوميديكال خلاص. في يوم من الايام حد جاي يعمل صيانه في الجهاز. فطبعا المواعيد الصيانه بتبقى سكيدجولد، يوم كذا في صيانه لكذا. ف كنت واقف مع باشمهندس؟ لا. زميلي نزل وقف مع باشمهندس، قال له حضرتك هو في ميعاد صيانه النهارده؟ قال له لا بس احنا جدولنا مضغوط، والجهاز فاضي النهارده. انا كلمت باشمهندس فلان، رتبت معاه ان احنا نيجي نعمل الصيانه النهارده. زي الفل. الباشمهندس ده كان حد معانا في القسم برضه. فايه الضابط اللي هو ماسكنا قال لا ده مش ميعاد صيانه، فمش هينفع ناخد الجهاز النهارده، يعني ممكن يبقى في عمليات بتاع. فقولوا للباشمهندس اعتذروا له، قولوا مش هينفع النهارده. فايه طب يا جماعه انتوا في عمليات النهارده فعلا؟ قسم العمليات قالوا لا مفيش. طيب ممكن ناخد الجهاز؟ قالوا الجهاز فري. فالمسؤول عن القسم بقى اللي هو الضابط بتاعي قال لي خلاص طب انزل له انت معايا بقى طالما انت عايز. بص بقى يعني عايزك تطلع في جهاز، هو كان جهاز قسطره. عايزك تطلع اسالك في اي حاجه في القسطره ما يعني تعرفه كله. فنزلت انا، يعني بص ده توفيق ربنا. هو ربنا بيرسم، وهو ربنا خططها ازاي، يعني ان زميلي يطلع ولا انزل انت بقى عشان انت قديم، مش عايزك بقى ايه تسيبه في حاجه تسيبه. فنزلت وقفت معاه في الصيانه، كانت صيانه لونج، يعني تقريبا كل حاجه في الكاليبريشنز، الحاجات اللي هتتفك تركب مش عارف ايه. فظبطنا كل حاجه. وقفت مع المهندس ده، ربنا يبارك له يا رب، ويبارك في صحته وفي اولاده ويشفيه دلوقتي. قال واحنا في وسط الكلام بقول له الشغل ومش عارف ايه الفيلد عامل ازاي وبتاع. قال لي بالمناسبه فيليبس فاتحه مكان دلوقتي. بقول له دلوقتي بس انا لسه قدامي 3 شهور وخلاص جيش. قال لي البروسيس اصلا ممكن تاخد اطول من كده. بروسيس الهايرنج ممكن تاخد اطول من كده، فانت قدم. قبلت الحمد لله، ما قبلتش خلاص. فانا يعني بس اللي انا جاي اقوله ده حاجه غريبه جدا. انا خدت الموضوع وما اهتمتش. يعني ده مش جاي في دماغك برضه؟ لسه قدامي 3 شهور. ما كنتش عارف فيليبس ولا كنت عارفها؟ يعني انا طبعا انا عارف اسامي، بس مش عارف حجم. مش عارف بقى مين قوي وده حجمها في السوق عامل ازاي بتاع. مين اقوى من مين. لان انا بقول لك انا كنت في كليه، الحته دي مهمه جدا. انا كنت في كليه قسم بايوميديكال لسه فاتح. احنا اول دفعه، محدش عنده اكسبيرينس ينقلها لك اكبر منك. فالحته دي بتفرق جدا.
فيعني كنا شوية مش احسن حاجة، الموضوع كان بلوري قوي يعني. ماشي. فتمام، جيت بقى ايه، قعدت اظبط في السي في. بالمناسبة في جزء بتاع السيلف ليرنينج هيتقاطع مع الحتة دي قدام. ماشي. فيليبس فاتحة مكان اه وانا بذاكر كورس اونلاين. الاتنين الجزء اللي انت بتعمل اصلا كورسات او لا انا كورس بذاكر. ديزاينر. لا انت بتذاكر كورس. اوكي بذاكر كورس معين اونلاين دلوقتي في ماشي. الوقت ده. ماشي. فقعدت اظبط في السي في اسبوعين. مم. فيليبس بقى يعني اه فيليبس دي شركة كبيرة وبتاع، طبعا ما كنتش عارف فعلا فيليبس عاملة ازاي جوه مصر. كحجم. بس فيليبس شركة مالتي ناشونال من الشركات الكبيرة في المجال في مصر وبره مصر وفي كل مكان. ف... فأنا كنت بظبط السي في بتاعي بحيث انه لما يدخل فيليبس، عارف انت في بروسيس اصلا بتحصل. انت بتقدم السي في، غالبا بيدخل ATS ايوه Applicant Tracking System، يا اما يعدي يروح لل HR او Talent Acquisition، يا اما ما يعديش. النوت بس صغيره الاي تي اس دي اللي هو يعني ايه، ما تحطش الصوره ما تجيبش فورم جاهزه ومش عارف إيه الكلام ده كله، عشان هو ده بالظبط. بيريجكت. وكمان بيكومبير السي في بتاعك بالجوب ديسكريبشن. بالظبط. هو اصلا المقدم ده يتوافق مع اللي احنا عايزينه ولا ده كده. ظبطت السي في، قعدت اسبوعين اظبط فيه، وبعد كده قدمت على الجوب على لينكد ان. وانا في الجيش لقيت موبايلي بيرن رقم مش مصري، مكتوب تركي. ايه ده، حد بيرن عليا من تركيا؟ مش مستوعب اصلا في ايه. حد بيرن عليا من تركيا ليه؟ فرديت الو. لقيت حد بيقول لي هلو مستر محمد عبد السلام. يس. وانت في الجيش؟ اي انا كنت في الجيش فعلا. بيضحكوا. ماشي. وبعدين بقى لقيت اللي حواليا انا هبدا اتكلم انجليزي ولقيت ايه ده، في إيه؟ قمت طالع بره. ايوه اطلع بره. ف yes I'm فلان I'm calling you to make an appointment for the interview. اوكي تمام، ظبطنا ميعاد. كلمتني في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه في الجيش. وبالمناسبة كنت كاتب ورقة كده ومعلقها على باب الأوضة اللي أنا قاعد فيها في الجيش عشان ما حدش يدخل عليا. هنا يحدث انترفيو لا تدخل. ومصورة والله لحد دلوقتي. لأن الأحداث فعلا في المكان ده في الوقت ده غريبة. والله لا مش الورقة دي. لا كنت مفهم زمايلي بقى إن في انترفيو بيحصل جوه هنا. فكلمت تالنت اكوزيشن. التالنت اكوزيشن ده حد بيكلمك برضو يعني علشان الناس تبقى عارفة، بيشوف فيك شوية حاجات. انجلش انت عامل ايه، البرسوناليتي سريعا انت مناسب للجوب دي ولا لا. بتبقى مكالمة نص ساعة كده او ما يقارب النص ساعة. الحمد لله المكالمة دي عدت على خير. والحمد لله من توفيق ربنا الانجليش بتاعي كان سموز والدنيا عدت تمام. ده برضو جاي من جزء بتاع انت كنت تقريبا في حاجه اسمها نيتيف تقريبا كنت مشترك فيها. والتطوع والحاجات اللي احنا هنقولها يعني البروسيس اللي احنا هنقولها ما قبل الشغل يعني. بعدها لقيت حد بيكلمني من مصر، قال له محمد عبد السلام انت عندك انترفيو في مقر الشركة في فيليبس في اليوم الفلاني، متاح تيجي؟ استأذنت الضابط بتاعي ورحت طبعا. الحمد لله هو اصلا عمال يحاول يعلمك، فهو عايز ذوق، هو عايز طبعا الفرصة دي لما جت مش عايز اقول لك هو يعني انا الحمد لله فرحت جدا. وهو فرح ليا جدا وساعدني جدا، وقف معايا بكل ما اوتي من قوه يعني. ان انا اقدر اروح الانترفيوهات وده اصلا حاجه يعني شبه الليجل يعني. بدانا تطلع من اصلا من الجيش بدانا نظبط اجازاتي ان هو يبقى الاجازه في وقت هندلك الدنيا. الحمد لله يعني.
فالحمد لله رحت فيرست انترفيو، بعدها مكالمة تانية سكند انترفيو، بعدها ثيرد انترفيو ده كان مع الاوبريشن مانجر الاو بي اس اللي هو باشمهندس هيثم سعد. باشمهندس هيثم. انا لحسن حظي بصراحه ان انا دخلت انترفيو مع باشمهندس هيثم، اه. من اكتر الناس بصراحه اللذيذه قوي في الانترفيو. والله انا هو في الاول كده بعد هو كده بيخطفك. تلاقي الموضوع بعد كده بعد كده ما شاء الله يعني باشمهندس هيثم من الناس القوية، جميل، والله جميله بامانه يعني. شخصية وعلما يعني. بعد كده في يوم لقيت حد بيكلمني، محمد ممكن تيجي المكتب، عاوزينك تيجي بتاع. فرحت لقيت مديري يعني اللي هيبقى مديري كمان شوية بيعرفني على الناس. ف ايه ده هو خلاص خلاص. الحمد لله يعني. طبعا ده كانت قعدة تعارف كده، وبرضه كان التعرف عليا اكتر. بعدها علشان البروسيس بقى، بعدها التالنت اكوزيشن بتكلمك، تتكلم معاك في الجوب اوفر بقى. انت خلاص كده اتقبلت، تعالى نتكلم في الجوب اوفر. احنا نشوف انت طالب ايه، وانت تشوف احنا امكانياتنا وعرضنا ايه. طبعا انت في اول شغلانه ليك ما عندكش يعني ما عندكش حاجه تطلبها. ما عندكش اكسبكتيشن اصلا. يعني بس طبعا انت تبقى انت مدرك وعامل سيرش عن السوق عامل ازاي في الوقت أيوة. ده عالميا يعني. فاتكلمنا وظبطنا الدنيا والحمد لله. هي اللي بتعرض ولا انت اللي هي بتقول لك احنا عارضين كذا، او هو بتقول لك احنا الاوفر بتاعنا كذا. تمام معاك ولا لا؟ الناس هتفتكر ان ايه اللي هو انا هقعد افاصل. في ناس في الوقت ده كانت بتقول لي لا اتكلم، يعني قول لا انا عاوز كذا مش عارف ايه. فانا حسيت انه لا، انا ساتسفايد بالاوفر ده. هو كويس. وبالمناسبة الاوفر مش بيبقى بس سالري فلوس، انت الشركة بتقدم لك باكج، سواء هيدوك موبايل، سواء الباكج بتاعت الموبايل دي، التولز اللي هيدوها لك، لو شغلانتك فيها تنقلات ترانسبورتيشن، بدل او اي الاونس لاي حاجه معينه، بلس السالري بتاعك اللي هو البيزك سالري. وفي نقطه مهمه عاوز اقولها، انا ما كنتش مدركها، وناس كتير لما تكون لسه ما اشتغلتش بيبقوا مش مدركينها. لما حد يجي يتكلم معاك في اوفر، اقول له هو ده نت ولا جروس؟ لو هو مش موضح الارقام اللي انت بتقولها دي نت خلاص ولا جروس. الجروس ده قبل ما يشيل الضرايب والتأمينات. النت ده اللي هو الصافي اللي انت هتاخده. الحتة دي مش كتير من الناس واحنا طلبة حد قالها قدامنا اصلا، وانا اتفاجئت بيها. ويعني انا بقول كده علشان انت ما تتفاجئش وتلاقي نفسك بقى محتاج تروح تدور وتسأل حد وبتاع. لا، ابقى محضر نفسك واعرف في مصر التأمينات بتتخصم كام، هو رقم ثابت. ماشي. التأمينات والضرائب بتتخصم كام، فعشان لما يتقالك رقم وانت ماسك موبايلك تقول ده جروس، يبقى انا نت هاخد كذا. ماشي. بس والحمد لله اتعينت. طب انت كنت قابلت حد وانت هناك في الانترفيو او كده، ناس تانية صحابك مثلا كانوا بيقدموا ولا لا؟ لا. كنت عايز اقول لك يعني ايه اللي هم كانوا عايزين، يعني مش شركه فيليبس بس، انا بتكلم عموما، ايه اللي هم كانوا محتاجين يشوفوه في الشخص فلقوه فقالوا اوكي اكسبتد. يعني محمد عبد السلام اكسبتد وكذا ريجكتد ليه؟ فاهم قصدي ايه؟ يعني ايه الفرق برضه؟ بحس احنا كلنا برضه ايه، في ناس شويه مميزه بس المعظم بيبقى شبه بعض. فاهم قصدي ايه؟ فانا كنت عايز اعرف يعني هنجي لها الحته دي، هسالها لك برضه قدام شويه. طيب خلينا نقول ان هو طبيعه البوزيشن اللي انت بتقدم عليه هي اللي بتقول هم هيختاروا انه شخص. يعني انا مقدم على جوب فيلد سيرفيس انجينير، فهو هيدور في كل الناس اللي مقدمين على حد بالمواصفات اللي انا عايزها في الفيلد سيرفيس انجينير.
طيب من ضمن الحاجات اللي بيدوروا عليها ايه؟ مم. اول حاجه التكنيكال نوليدج بتاعتك، بيزكس. البيزكس. لما اسالك في بيزكس رنين مقطعيه، انت شغال مهندس انت بايوميديكال، جاي عايز تشتغل انت عايز تشتغل بايوميديكال، مم. فانا هسالك في البيزكس بايوميديكال بيزكس الكترونكس. يعني يعني ايه 3 ممكن فيز؟ انا مش عارف بالظبط. بيزك شويه. فانت البيزك نوليدج بتاعت الهندسه، مم. ولو دخلنا بقى هندسه طبيه مم. تبقى عندك. ماشي. مفيش شركه في الدنيا عاوزاك تبقى عارف الرنين مثلا مم. او المقطعيه، ده الجهاز بيبقى فيه كام كابينه وبيعمل ايه بالظبط، والصور بتطلع يحصل لها ريكونستراكشن ازاي. مفيش حد عاوز كده. انت مم. البيزكس بتاعت الساينس ده عندك، بتاعت العلم ده عندك، مم. البيزكس بتاعت الالكترونيكس والالكتريستي عندك، خلاص انت كده عديت من التكنيكال نوليدج، عديت من السؤال ده. ماشي. طيب بعد كده اتيتيودك، ودي النقطة اللي انا وانت قلت لي اتكلمنا فوق. عليها. مهم جدا اتيتيودك، وخد بالك ان اتيتيودك هيطلع غصب عنك. وفي الانترفيوز مم. يعني سواء اتش ار او مديرك او الاوبريشن مانجر، من كلامك، ولو انت ليك خبرات سابقة شغل او تطوع، المواقف هتقول انت كنت بتعمل ايه. طيب لو ما عندكش خبرات سابقة، هو هيحطك في موقف. يعني ما تحاول توضح الحته دي ازاي يعني؟ مثلا اه من ضمن الأسئلة اللي انت ممكن تتسأل، وكمان خلينا ماشي براحتك. هنهولد هنا. لا مش هنهولد الفيديو. اه هنهولد على السؤال ده، هروح له. انت الفيلد سيرفيس انجينير، قلنا تكنيكال نوليدج، اتيتيودك محتاج منك. انا فيلد سيرفيس انجينير هتشتغل في موداليتي ايه؟ ام ار. الام ار ده احيانا مم. بيتطلب ان المهندس يروح له في اي وقت في اليوم. أنا ممكن اصحيك من النوم تروح، يعني حاجه فاهم. ايرجنت في الجهاز مم. لازم تتلحق الجهاز هيحصل كوينش، فانت هتروح مثلا، هتروح او جهاز عمل كونش فانت هتروح هتروح برضه. فاهم. تمام. فالافيلابيلتي دي بس عندك. دي حاجه قليله، دي حاجه قليله، بس ما بتحصلش كتير يعني. ما أنا وفي يعني مش الام هيصحوا منه، ار ما تقلقش. ايه. فاكر ان هو هيصحوا منه مش قوي يعني، مش ما تقلقش كل سنه بس ليك مره. بس في ناس ما تحبش كده. ماشي. يعني في حد لو انا صحيتك من النوم الساعة 12 بالليل، قلت لك في جهاز في الغردقة، انا بره في الغردقة مم. محتاجك تروح حالا. فهمت. ماشي وصل. انا ممكن لا انا ما بحبش المفاجآت. وشخص تاني ما يبقى عنده ما فيش مشكلة. انت كنت في النقطه الثالثه اللي هو يعني قلنا الكترونكس او سيركتس يعني اللي هو والجزء الثاني بتاع التكنيكال نوليدج التكنيك والاتيتيود. اتيتيود. والحاجه الثالثه اللي هي الحاجة التالتة بقى اللي هو البيرسونال، اسمها ايه، personality بتاعتك. مم. هي الحتة دي داخلة جوه الاتيتيود شويه. لا خلينا نقول السوفت سكيلز بتاعتك. لا عشان انا اللي انا هقوله ده يعني داخل جوه الاتيتيود بتاعك. ماشي. الحاجة التالتة هي السوفت سكيلز، بس احنا لسه ما اتكلمناش عنها. ماشي. الاتيتيود بتاعك، انت قد ايه فليكسبل، انت قد ايه. اصل انت هتشتغل في الفيلد، زي ما كنا لسه بنتكلم، هتقابل جميع انماط البشر، اللي بيتضايق بسرعة، اللي بيزهق بسرعة، اللي صوته عالي اصلا باي ديفولت، كاستمر الهادي. فيسنج على طول. بالظبط. فانت قد ايه فليكسبل انك تتعامل مع كل دول. وخد بالك من حاجة، انت شغال في شركة مالتي ناشونال، كاستمر فيرست. عارف. كاستمر فيرست. انت ما ينفعش تبقى فيس تو فيس مع الكاستمر هنرد على بعض مثلا، او لو حاجة حصلت. ف الاتيتيود بتاعك مهم جدا. اتيتيودك كاستمر فيسنج، واتيتيودك مع زمايلك في الشغل، واتيتيودك في الشركه. وانا كنت بضحك بس عشان احنا كنا مطلوب لنا برزنتيشن فيليبس بيهيفير، فكان كنا بالظبط. محضرين، فكنت محضره يعني عشان كنت فاتح. انت احسن واحد تتكلم الناس على انا عشان كنت فيليبس بضحك. بيهيفير بقى. ماشي. طب انا كنت عايز اسالك برضو سؤال صغير معلش. انت قلنا الاتيتيود بس ايه
عايز ايه كاتيتيود، اللي هو فليكسبيليتي يعني وكده، ولا اتيتيود شخص فعلا هو اللي هيقدرها من مديرك، يعني هو عايز ايه شكل معين؟ طبعا اتيتيود شخص فليكسيبل هيقدر يتحمل مسؤولية، شخص بتاع شغل يعني، خلينا نقولها كده، بتاع شغل يتحمل هارد ورك. بالظبط. ماشي. يتحمل هارد ورك. احيانا الهارد ورك ده بيبقى متداس عليك، يعني مثلا احيانا تبقى في تركيبات كتير مع الاعطال بتاع، بتلاقي نفسك متداس عليك شويه. بس برضه خلينا نقول ان ده مش طول السنه. بس يوم ما ده فهل ده يحصل لما يحصل انت هتبقى قده وهتشيل، ولا هتقول يا نهار ابيض هو ايه ده، احنا شغالين فين، هو احنا محطوط علينا بتاع الكلام ده كله طبعا. وطبعا مهم جدا انك تبقى حاطط في بالك ان ده ما بيحصلش كل يوم، ده ما بيحصلش طول السنه. وانا عايز ننقل الصوره بتاعت ان هو طبيعه الشغل فعلا عامله ازاي، يعني هننقلها ان شاء الله. هننقلها كامله ان شاء الله. طيب السوفت سكيلز اللي هي بقى احنا كلنا، او مش كلنا عشان بلاش كلنا دي، عشان في ناس لا لسه ما تعرضتش للحاجات دي. الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك عامله ايه؟ التواصل بتاعك لما بتديليفر ايديا، يعني مثلا انت في الشغل، يا جماعه انا محتاج القطعه الفلانيه بكره، قطعه غيار مثلا او تول، محتاجها بكره. محتاجها فين؟ مش لازم حد يسالك انت محتاجها فين، طب محتاجها الساعه كام، طيب انت واقف عليها ولا ممكن حد. فانت لازم بتديليفر انفورميشن وبتديليفر اكيوريت. ماشي وصلت. مثلا حاجه عطلانه في الجهاز، يعني الجزء الفلاني عطلان، وفي الحاجه الفلانيه متاثره بده، واحنا محتاجين كذا. فعارف ان هي حته مهمه، مش ممكن نتاجلها دلوقتي. بالظبط. فهمتك. فالكوميونيكيشن بتاعك لازم يكون مظبوط، وطبعا كل ده ممكن تظبطه يعني. انزل كتير واتعب كتير، بس هتلاقي الدنيا انت اتظبطت. لسه كنت بتقول مثلا بالظبط، انت لسه كنت بتقول ان انت كان مطلوب منك برزنتيشن. انت البرزنتيشن سكيلز بتاعتك عامله ازاي؟ دي من ضمن يعني لو عاوز تشرح لنا حاجه معينه او تكلمنا في حاجه معينه، لو في اودينس كتير وانت تطلع تتكلم قدامهم تعمل برزنتيشن، خلينا نقول انه سألوا سؤال كده، يعني انا مش فاكر لا مش فاكر الحد اللي عمل كده بالظبط، بس ممكن نبقى نحطها في الكومنتس. ايه اكتر حاجة بتخوف في الدنيا الاشخاص، ايه اكتر حاجة بتخاف منها في الدنيا؟ فاول حاجة كانت، توقع كده. اكتر حاجه بخاف منها في الدنيا، اكتر حاجة بتخاف منها عموما، اول حاجة هو الجنه والنار وكده، الموت. ماشي. انا ما بخافش من الموت والله، انا عن نفسي كويس، بس ماشي. هتروح فين بعده؟ صح ماشي. فهي دي عند ناس كتير قوي الموت طبعا. يعني خدوا احصائيه كبيره جدا. اول حاجه كانت في مركز الاول هي الموت. ماشي. تاني حاجه بتخاف منها بعد الموت، كاحصائيه اكيد نتيجه الموت هتبقى احسن اكتر نتيجه. ماشي. تاني اكتر حاجه بتخاف منها. هم خدوا احصائيه برضه، بس انت حاول تخمن ايه اللي طلعت في المركز التاني. ممكن نقول مثلا ان تاني اكتر حاجه ان هو مثلا، يعني هو اكتر حاجه هتيجي في دماغ الناس مثلا ان هو ميبقاش معاه فلوس خالص مثلا، او يشحت او كده. ممكن تيجي في دماغ حد برضه. ايه تاني اكتر حاجه؟ تاني اكتر حاجه الناس بتخاف منها ان هي تتكلم قدام حد، public speaking. تاني اكتر حاجه بجد؟ تاني اكتر حاجه بعد الموت اخذت اصوات. فهو بس في حاجه جت في دماغي برضه، ان انا قلت ما يكونش بيتحرك مثلا، فيكون مشلول مثلا. دي اكتر حاجه. ما هو هم خدوا احصائيه من حاجات كتير جدا. اكتر حاجه جابت فوتنج ايه؟ اكتر حاجه جابت فوتنج الموت طبعا. كلنا خايفين نموت، انت مش عارف هتروح فين. مش عارف اعمالك بتقبل ولا لا، حتى لو بتعمل اعمال خير يعني. صح. بس في مبشرات ومؤشرات. تاني حاجه كانت البابليك سبيكينج. وده طبعا لو انت حد متمرس في البابليك سبيكينج وبتتكلم قدام الناس، انت مش حاسس بان دي مشكله. انما لو رحت لطالب جامعه، صح، مش متعود يتكلم قدام حد او ما عملش ده قبل كده،
لا انت اول ما بتطلع تتكلم صوتك بيترعش وبتنهج وبتعرق ومتبقاش عارف، يعني حتى لو انت محضر الكلام في دماغك متبقاش عارف تلاقيه في دماغك، تبقى مشكلة كبيرة جدا. على فكره جزء اليوتيوب ده ساعدني في الحته دي والله. والله بجد مش بهزر، بس ساعدني قوي ان انا كنت اطلع اتكسف ان اطلع اجاوب قدام ناس، ده ابسط حاجه المشكلة دي كانت موجوده يعني. يعني انا دلوقتي لما باجي اطلع اتكلم قدام حد بقول ايه ده؟ بفتكر نفسي زمان لو انا مش فاهم حاجة الدكتور بيشرحها او المدرس بيشرحها كنت بخاف، بتكسف اقوم اقول لا معلش انا الحتة دي مش فاهمها. ولو قررت اقول اول ما بقوم بلاقي صوتي بيترعش، مش بتكلم شويه والاقي صوتي بيترعش، لا هو بيترعش وانا قايم. بلاقي صوتي بيترعش وفي مشكله في جسمي كده اللي هو في على فكره حاجه. هي لسه مشكله ممكن تكون يعني ما خلصش منها خالص، بس على انت حسب عمرك موقف. لما يكون موقف تقيل بجد بقى يعني انت لو متعود تتكلم قدام 10 20 100 لو بقوا 200 هتتوتر. والموقف لو طبعا في لو حاجه في حاجه كبيره، ايفنت كبير، حاجه بالظبط كده، قاعد مع CEO الشركه هتتوتر يعني هتعمل ايه؟ بالمناسبه الموضوع ده بيبقى على حسب رهبه الموقف. بالظبط انا قصدي كده، انا ده زي اللي كان اقصده. هقول لك على حاجه تثبت قصدك. جرب تدخل تصلي بالناس وانت في بيتك عادي، هتلاقي الموضوع عادي شويه. صح. طب لو اتحطيت في الموقف ده في المسجد، صح كده، صح كده، على حسب رهبة الموقف. طب لو حطيت في الموقف ده في المسجد وماسك والميكروفون شغال، بس كده فهمتك ايه وكده وصلت. يعني لحد دلوقتي انا لما كان بعمل بيكبروا في العيد في مره، فتعالى كبر، فايوه جاي بسرعه. اول ما مسكت المايك انا حافظ التكبيرات يا راحت فين. لا ماشي صح، دي قوي فعلا جابت ف نرجع بقى اللي احنا كنا بنقوله اصلا، السوفت سكيلز بتاعتك. يعني حاجه من الحاجات برضو اللي انت لازم تركز عليها الليدرشيب دي. يعني كنا بنروح نحضر ايفنتس اصلا ورش عمل ليدرشيب. انت مش كده هتبقى في مكان تبقى ليدر فيه، انت مش ليدر بالفطره. انت ممكن فطرتك تبقى سليمه تخليك ليدر، بس انت هتعرف تطلع احسن ما في التيم بتاعك ولا لا. وكنا بقى بنحضر الورش بتاعت انت ليدر ولا بص، انت مدير ولا قائد، انت بتقول اعمله ولا يلا نعمل، انت بتقول انا عايز الشغل ده يطلع احسن ما يمكن ولا احنا كلنا هنخلي الشغل ده احسن ما يمكن. والسوفت سكيلز بتاعتك بقى كتير طورها كلها. اكتب عندك كده صديقي مايند تولز، الموقع ده عليه مقالات وفيديوهات لكل السكيلز اللي انت عارفها ومش عارفها اللي انت ممكن تظبطها. انت من محبي القراءة اقرأ مقالات، من محبي الفيديوز اسمع فيديوهات. طيب مش عايز تدخل على مايند تولز، يوتيوب هيخليك في كل حاجة بيرفكت، بس انا بقول لك مايند تولز عشان هيعرفك ايه السكيلز اللي انت ممكن تظبطها او تحسنها. مش فهو تكنيكال نوليدج، تكنيكال نوليدج، اتيتيود، سوفت سكيلز. نقول الرابع انجلش ولا انت خلاص عرفت ان هو البوابه اصلا؟ هو البوابه الرئيسي اصلا، الانجليش هو البوابه حرفيا. زي الفل. طيب هو سؤال انا كنت كاتبه بس احنا جاوبناه شويه، بس انا عايزك تاكدها لي برضو زي ما انت قلتها لي فوق بصراحه يعني. لو انا دلوقتي لسه فريش او لسه متخرج، ايه اللي الشركات او مديري متوقعه مني؟ يعني انتوا، يعني انا دلوقتي جاي اقدم في شركه مالتي ناشونال، فايه اللي انتوا عايزينه بالظبط؟ يعني فاهم قصدي ايه اللي كاف اس اي فيلد سيرفيس انجينير بالظبط. انا كنت لسه اقول لك لو انت جاي تقدم كفيلد سيرفيس انجينير انت مطلوب منك شويه حاجات. اول حاجه فيهم انك تبقى راجل بتاع شغل وهتثبت لي ده. خد بالك انت هقول لك انت راجل بتاع شغل، انا راجل بتاع شغل وهارد ورك وبتاع وكل حاجه وهارد ورك وهنشيل زلط ورمل في الشركه. طيب ايه اللي يثبت كده؟ عملت ايه؟ عشان الحته دي مهمه جدا. انت خلال كليتك كنت بتعمل ايه؟ كنت بتروح الكليه وترجع تذاكر؟ ايوه. وبعدين على فكره دي لوحدها تعب برضه، بس ماشي. مستهونين بيها قوي ليه كده؟ مش للدرجه. انا يعني هقول لك على حاجه صغيره في الجزء ده طالما احنا ذكرنا. احنا بس هنبروز، مش هنهولد، هنبروز الحته دي
انك تبقى راجل بتاع شغل، راجل وبتاع شغل، وتبقى فليكسبل مع زمايلك في الشغل، فليكسبل مع مواعيد الشغل، فليكسبل مع الكاستمرز. ماشي؟ بروز دي. تعالى بقى، انت وانت في الكلية بتعمل ايه؟ علشان خد بالك انه من الحاجات المهمة جدا، لو انا هبص في السي في بتاعك هشوفك جنب الكلية بتعمل ايه. ما بتعملش، هبدأ اخاف. انت ما عندكش خبرة شغل مع حد، ما تعاملتش مع حد، ما فيش مواقف بينك وبين حد شغل. ممكن يكون بيخاف يتعامل مع الناس اصلا. يعني فانا كده هاخدك، انا بجربك بقى. فدي تقلق شوية وتخوف شوية. طيب خلينا نقول ان احنا قلنا الشغل في الكلية، انا اقول تطوع، بلاش تدريبات وكده. التدريبات بتبقى وقتها قليل وبيبقى بروجرام معمول وبتاع، انما التطوع بيحطك في بيئة انت محتاجين تطلعوا برودكت او محتاجين تطلعوا حاجة في المكان ده. فخلينا نقول كل سنتين شغل هي كل سنتين تطوع هي سنة شغل، كل سنتين تطوع سنة شغل. طيب انت ايام الكلية اتطوعت؟ فين؟ في المكان الفلاني. كنتوا بتعملوا ايه؟ حاجة الفلانية. طيب قول لي كده، لو مديرك في التطوع ده كلمك بطريقة وحشة كنت بترد ازاي؟ يعني هو هيتست من هنا هبدأ اخد منك مواقف. وخد بالك يعني ايام التطوع فعلا كنت بتلاقي المدير اللي بيقول لك اعمل دي وماليش دعوة هتعملها ازاي. اعمل دي ودي غلط، بس انا بقول لك اعمل. بتلاقيه هو مش فليكسبل اصلا، هو مش فاهم هو بيعمل ايه اصلا. هو بيمسليد يو، يعني بيوجهك غلط. انت المفروض تتصرف في المواقف دي. فانا لو انا حد بعمل لك انترفيو هشوفك في المواقف بتاعت الحاجات دي عملت ايه. طيب من الحاجات المهمة جدا اللي بيتقال انه ما يبقاش عندك جاب في حياتك الا لسبب. يعني انت مثلا في 2018 كنت متطوع، وجيت قلت لي في 2020 انا كنت متطوع في مكان تاني. طب من 2018 ل 2020 كنت فين؟ في دي الفجوة دي ايه اللي حصل فيها؟ كنت تعبان مثلا، حصل لك حاجة مش عارف ايه، ماشي. انما انت بطلت تتعلم هنا ليه؟ بطلت تشتغل هنا ليه؟ فدايما ما يكونش فيه جاب في حياتك. طيب انا كنت باخد كورسات، فواخد كورس الفلاني في 2017 والكورس الفلاني في 2018 والكورس الفلاني في 2023. من 2018 ل 2023 ايه اللي حصل لك؟ فهمت. يعني لازم تديني بقى ريزون قوي انت في الحتة دي حصل فجوة ليه؟ لان انا هقلق ايه ده ممكن يشتغل شوية واخد منه الماكسيمم ويريح مني. فهمتك. فالجزء ده مهم جدا، ومن الحاجات اللي بنقول عليها continuous learning. وخد بالك في المالتي ناشونال هو بيعمل معاك كده وعايز كونسنسنس. ولو انت بالظبط، ولو انت جاي له كده اصلا، فانت الكالتشر دي هو مش لسه هيزرعها فيك. لا انا يعني احنا دلوقتي كل يوم كورسات سيفتي، في التكنيكال، في الدوكيومنتيشن، كل الحاجات دي انت بيحصل لك continuous learning طول ما انت شغال. يعني انت صديقي لو مفكر ان الفحتة والمذاكرة انتهت بانتهاء الكلية، لا، احنا لحد دلوقتي انا اهو شغال في الفيلد. بقول لك انا 3/4 الايام بذاكر فيها بعد ما الكورسات بتتفتح لك بالديو تايم وامتحانات وانت شغال. تمام. لازم. معلش عايز سؤال بس، معلش اقطعك، معلش. انت سافرت اللي هو الجزء بتاع الكورس اللي هو التكنيكال اللي هو بندوه؟ انا ما خدتش الحلاوه بتاعت الموضوع. تاخدها ان شاء الله. للاسف. احنا طبعا عارفين شركات المالتي ناشونال بتسفرك تاخد الكورس بتاع الموداليتي اللي انت هتشتغل فيه بره.
انت تبقاش فاحت الحاجه، يعني انت مثلا عايز تشتغل مثلا ام ار او مالتي موداليتي مثلا، انت مش فاحت الاجهزه قبل ما تجيله اصلا، لا انت لسه فريش او كده، انت بس عندك البيزك زي ما حضرتك قلت كده، اه اتيتيود مش عارف ايه، سوفت سكيلز، التكنيكال بيزكس انا بتاعتها، اعلمك بقى. وانا هاخدك على، بس هي احسن طبعا برضو يبقى رايح وانت عارف يعني. طبعا انت لو عندك فكره عن مم. الموضوع، انا هقول لك على حاجه. بما انك مم. قلت انت مش لازم تروح، مش عايز مهندس رنين يجي يقدم على شغلانه فريش. اه. انت فريش، وعلشان كده بيقولوا ان لو انت بتقدم على شغلانه فريش تملاش السي في، مم. لان دي هتتاخد عليك. ما تجيليش بسي في مليان شغل، اه. مش تطوع ولا تدريب، وتقول لي انا فريش. هطلعك، اه. هفلترك يعني. انا عايز فريش، تعالى لي فريش. طب هو قابل كده، اصل هو قابل يعني ما هو انت يعني المديرين والاتش ار هو بيعملوا ما كده. بيبقوش عاوزين يحطوا نفسهم في الموقف. انت عندك 6 سنين، بس انت عندك 6 سنين خبره، بس انت جاي تقدم على شغلانه اه فريش، فهتطلب كام؟ فهمت ماشي، مش عايزين نخش في الحته دي وبعد مش كده عايزين نرجع ندخل للاول في تاني الديبيت يعني. ده. ماشي. فلو انت فريش ما تحاولش تعمل سي في بتاع التنين، يعني انت مم. لسه على الله. انت كده على طول. ماشي. أم، من ضمن الحاجات اللي عشان احنا كنا بنقول ان انت مم. ذكرت مش عايزك تنين، بس عايزك عندك البيزك نوليدج من من توفيق ربنا. ان انا ايام ما كنت في الجيش كانت المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا كان منزل كورس رنين اونلاين على كورسيرا، على موقع كورسيرا. اه. اه. فانا كنت بذاكر الكورس ده وانا ما بقدمش الحاجه. اه. ده الكونتينوس ليرنينج. انت في انت الجيش. بتتعلم. لا، انت طول حياتك مم. شغال على نفسك. اه. هتشتغل فين وامتى وازاي دي بتاعت ربنا بقى. دي نتائج، مم. والنتائج مالكش دعوه بيها. انت بس ايه، آه، خليك في اللي انت فيه دلوقتي واعمله. خليك كونتينوس ليرنر. ماشي. هو الكورس معلش بس ده عشان بس انت ذكرته، الكورس اسمه ايه؟ الكورس اسمه ام ار بيزكس ام ار بيزكس. او ام ار فاندامنتالز. ماشي. متقدم من حاجه اسمها كيست، اوكي. كوريان مم. انستيتيوت اوف ابلايد ساينسز، ده على كورسيرا. على كورسيرا. تمام ده. وطبعا بتقدم ان انت تقول لهم انا فقير وما معيش فلوس، وبتاخد عارفها دي، انا الشهاده. عارفها دي سهله قوي. تاخد الشهاده. الفاينانشال ايد سهل جدا، اه. يعني خلال اسبوع ولا حاجه اسبوعين. بيبعتوا لك الشهاده، او اسبوعين. انا ما شفتش الكورس. طب الكورس ده كان عن ايه معلش؟ كان يعني فاندمنتالز بتاعت الام ار اي. هو من الاول خالص بيجيب لك الفيزيكس والماث بتاع ام ار اي. الرنين بتاع الام ار اي، لحد ما يقول لك الريكونستراكشن بتاع الايمج. مش في حاجه برضو من سيمنز اسمها سيمنز بيب كونتاكت، بي اي بي، سيمنز مهم. بيب كونتاكت. ده ايه؟ ده برضو جامد قوي، ده بقى مليان كورس كورسات. ولا ده بلاتفورم؟ بلاتفورم عليها كورس، ويب سايت عليها كورسات كتيره قوي وبتديك شهاده كمان في الاخر يعني. جميل. ده الام ار بس لا كله، ولا ده كله بقى سي تي وام ار اي مثلا، يعني انا خدتهم سي تي وام ار اي. ماشي كمل. تمام. فانا خلصت الكورس بتاع الام ار فاندامنتالز ده، واخدت الشهاده، وفتحت الجوب فيلرز. اه. فرحت خلاص بقى، انا وانا بظبط السي في والبروسيس شغاله، قلت بس انا لسه واخد كورس ام ار، ده هيبقى بينور في السي في. اه. اروح اكمله بقى بالدوره بتاعت باشمهندس عمرو الغراب على اليوتيوب. اه جميل ام جدا. ار وسي تي هتطلع اه. برنس فيهم. لو خدت انا يعني الحمد لله، ده كان توفيق مم. ربنا، ساعتها خدت الاثنين مع بعض. اه. فرحت عملت انترفيو، مم. باشمهندس هيثم سعد ملك الرنين في مصر. زنك برضه اكيد. هو طبعا اه. اي حد شغال عملي بيزنقك. صح. فبس انت لما تكون ذهنك حاضر بالمعلومات، انت لسه واخدها ولسه صح فريش صح في والله عقلك، تفرق. بتفرق معاك طبعا. صح. قعدت يعني انا ساعتها كنت داخل على بوزيشن مالتي موداليتي، فانا مش عارف انا هشتغل ايه لسه. مم. يعني ما توجهتش لسه رنين، مقطعيه، سي تي، قسطره، اكس راي، مم. فلسه. فدخلت طبعا واحد لسه مخلص كورس رنين من جامعة كوريا، ومخلص دورة عمرو رابع، هيلعلع فين؟ ليه مرة دي؟ في أسئلة الام ار اي. اه.
يعني حتى اسئله الاكس راي اتزنقت في حاجات فيها طبعا ما عرفتش ادخل هنا قوي. وده الطبيعي يا صديقي، علشان الحته دي مهمه قوي، انك ما تخافش تدخل حاجه علشان ايه ده انا لسه مش جاهز ليها. طبيعي خالص انك يبقى عندك قصور في حته او تبقى حته مش كامله عندك. وهم البرفكشنزم ده انسان، يعني ما تتزنقش في الحته دي وتقول لا انا مش هبدا اقدم على شغل مثلا الا لما ابقى انجليزي 100% فلوينت، بتكلم انجليزي زي الاجانب، والسي في بتاعي مش عارف ايه، واخد كورسات مش عارف منين. لا يعني حط نفسك جوه الحاجه ويعني انت كده كده بتتعلم باستمرار يعني. طيب في حاجة أحبك تقولها أوي بصراحة، يعني أنت دلوقتي شغال كفيل سيرفيس انجينير أو اف اس اي، إيه الحاجات اللي بتخنقك؟ إيه الحاجات اللي أنت بتتعبك في الشغل؟ يعني إيه الحاجات اللي بتطلع عينك بجد؟ العملاء. بس كات. لا لا بهزر طبعا. بص فيها يعني بس على فكرة العملاء ليها صعوباتها، يعني أنت تتعامل مع 100 واحد، هو لما يتعامل مع ناس انت بتتعلم. انا عايز اقول لك ان يعني تهندل الناس دي ازاي العملاء الصعبين انت بتتعلم معاهم. مم. يعني عايز اقول لك ان الشغل كاف اس اي انت لازم تروح تاخد كورس نيجوشيشن قبل ما تبدا، مم. اللي هو ازاي تهندل اي حد في اي حته في اي موقف. يعني دي جزء رئيسي بصراحة هو من شغلكم، طبعا من طبيعة يعني شغلكم مهم مش أوي. عاوزين نبقى مثاليين قوي ونقول لك انك لا روح اتعلم نيجوشيشن وهتبقى وحش في التعامل مع الناس. احيانا بيقابلك مواقف هي رخمه. ملهاش حل أصلا. احيانا بيقابلك مواقف رخمه مم. وبتتضايق منها مع حد، سواء مش عاوز يساعدك، مش قادر يفهم طبيعة شغلك، وان مثلا الجهاز لو كمل شغل هيحصل له مشكلة فلازم نوقف دلوقتي. لا معلش انا عاوز اكمل. دي أصعب حاجة، أنت جاي على الجهاز شغال وعايز تقول له إن الجهاز ده ما ينفعش يكمل اه شغال دلوقتي، لازم ياخد يعني هولد. بالظبط من المشاكل او الحاجات اللي بتضايقنا في الشغل ان انت بيجي لك مثلا برو اكتيف اليرت، الجهاز الفلاني لازم يتعمل له الحاجه الفلانيه دلوقتي. لو ما اتعملتش الجهاز يعني هيقلب داون. مش عارف الناس فاميليار بداون ولا لا. داون يعني الجهاز عطل. ماشي. فالحاجه البرو اكتيف دي انت لو ما عملتهاش دلوقتي الجهاز ده خلال يومين 3 اسبوع شهر هيبقى داون. وداون دي يعني عطلان. هيقوم امتى؟ فانت ممكن احجز منك الجهاز ساعة ساعتين، سواء هغير قطعة غيار او هظبط حاجة في الجهاز، هعمل كاليبريشن بتاع، والجهاز هيبقى في ايدك تمام ما يرجع تمام. لا انا جهازي شغال. ما تجيش، مش هديك الجهاز أصلا مش يعني. هديك الجهاز. فدي من ضمن يديك الجهاز الحاجات دي يعني يوقف اللي العملاء بقى اللي داخلين، تشالنج يعني. يعني يوقف العملاء اللي هم داخلين بحيث ان احنا نقدر كصيانه يخشوا يصلحوا الجهاز. بالظبط. طب ايه الحاجات التانية بتطلع عينك برضه؟ بص زي ما انت شفت معايا فوق اه. موضوع انك تلاقي السايت. انت لو تركيبة جهاز لسه بيتركب جديد بتروح تلاقي عمال شغالة في حاجة تانية وبتاع والسايت اصلا مبهدل وزي ما انت شفت كده تراب وعفار وحاجات من دي. فالحاجات دي شوية بتضايقك وانت شغال، بس انت بتكتسب مناعة بعد شوية انك تعرف تتعامل مع الحاجات دي يعني، وتبقى عندك اريحية وهي بتحصل يعني. بس انتوا ما شاء الله بصراحه، يعني انا مفيش جهاز شفته قبل كده في لما انتوا دايما في حاجه تيست كده، كان باشمهندس اسلام سيف كان قال لي عليه اللي هو داست ريموفر ده. يعني انت ما ينفعش اصلا تسيب الجهاز كده، ما ينفعش يعني تيجي السايت وتشوف الجهاز حتى لو عميل هو اللي عامل كده، مش انا. العميل هو اللي يعني بيستخدمه وحش الجهاز ده. اصل هو في الاول جهازي، فهو بالظبط. حتى لو العميل هو عليه نفس عمل اللفظ اي ده. مشكلة. بص احنا عندنا انت حاجة حاسس ان هو جهازك اللي هو بتحبه عندنا هو. حاجة غريبة جدا والله العظيم، يعني لما تشتغل هتحسها. الجهاز اللي انت بتركبه او بتشتغل معاه بتحس ان هو ابنك. والله حرفيا يعني. انا ليا واحد زميلي ركبنا مع بعض كذا جهاز بقول له ده ابننا التالت، ده ابننا الرابع. فانت بتحس ان مسؤولية ناحية الجهاز شوية. واحنا كمان عندنا زي كالتشر كده شغالين انه دي تبقى داست فري اريا.
اوضه الكلام بتاعتنا دي ما ينفعش يدخلها تراب، الجهاز ما ينفعش يبقى فيه تراب، يعني التراب ليه مشاكله الكتير، وكمان في كابلات فايبر بتاع، فالتراب ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا. وصلت. فدي من ضمن الحاجات اللي بتضايقنا، بس لازم نتعامل معاها، لازم تبقى متعود عليها. تولز برضه كده سهل. يعني هي بتبوظ الكاريزما بتاعتك شويه تلاقي نفسك خارج ايه ده في ايه. بس وطبعا لازم تبقى السيفتي بتاعتك لو شغال في تركيبه بتاع كده الشركه بتوفر لك السيفتي تولز بتاعتك، سواء جوجلز، نظارات، جلوفز، يعني ممكن ابقى اوريك الحاجات السيفتي كلها متوفره الحمد لله، فانت تستخدمها وانت هتبقى تمام يعني. زي السيفتي شوز، كل الحاجات دي. لا هي بصراحه ما شاء الله بصراحه يعني هو احنا زي ما قلنا مثلا لو شركه مالتي ناشونال كده السيستم هو السيستم فلا بصراحه السيستم السيستم ممتاز ما شاء الله. وحتى وانت بتركب تهتموا بكل تفاصيل تايرابس والكابلات والمانجمنت لا بصراحه ما شاء الله عليك، انا فرحان ان نزلت اول تدريب بصراحه. ربنا يخليك. لا بجد كان تدريب ممتاز، يعني لو ذكرنا الحته دي هو كان تدريب فوق الممتاز تقريبا بصراحه من وجهه نظري، احسن تدريب ممكن تنزله KFSE في مصر لحد دلوقتي، لان سيمنز بتنزل اسبوعين انتوا كنتوا منزلين شهر، فكان لا كان مميز قوي، وانتوا بصراحه مميزين ما شاء الله عليكم. ده عشان انت شاطر ولا ربنا يخليك والله. لا بس انا تعبت معاكم بس كان جميل بجد، انا ده كان انعكاسك معانا يعني. ربنا يخليك يا باشمهندس. طيب يومك KFSE بيمشي ازاي؟ يعني انت إيه يعني لما اجي اشتغل ايه اللي بيحصل؟ انا عايز اقول لك بتقولي من اول انا عارف في الديسباتش مثلا وكده، عايزك تمشي معايا الحته دي. جميل. انت النهارده الساعه 4 5 اخر النهار بينزل لك الميل ديسباتش. الديسباتش ده بيبقى فيه كل واحد رايح فين. الديسباتش ده اللي هو يعني ايه؟ انت رايح فين بكره؟ لان يعني انت ما بتبقاش شغال في مكان، انت مثلا في اكتوبر فانت دايما في حدود اكتوبر مثلا او كده تجمع. انت الموضوع متقسم ارياز. فهي القاهره الكبرى والدلتا، اقول لك اللي عندنا ماشي، والصعيد واسكندريه. انا كان بالنسبه لي بقى كان حدائق القبه دي الاريا بتاعتي. دي الاريا لا بس هو كان مشهورنا ماشي. فهي باشمهندس ابو سينا احنا شغالين في الاريا بتاعت القاهره، فهو القاهره وما حولها زي الفل. تمام. انت بيجي لك الديسباتش انت رايح فين بكره. انت يعني انا مش عارف ناس اوير بالموضوع ده، انت فيلد سيرفيس انجينير اشعه، انت هتروح لاجهزه الاشعه سواء رنين، انا اروح لاجهزه الرنين اللي في المستشفيات وفي المراكز الاشعه اللي فيها الجهاز بتاعنا. طبعا كل يوم في مكان بالظبط، الا لو في تركيبه في مكان معين فانت اسبوع او اسبوعين في المكان ده. ماشي كده وصلت. يعني انت كل يوم الساعه 4 هينزل لك انا فين بكره، انا البروجرام بتاع بكره ايه، انت بكره رايح فين، هتحتاج قطع غيار في المكان الفلاني ولا لا، هتحتاج تولز ولا لا، الحاجات دي كلها بتبقى متظبطه. دي الحته من الجزء اللي انت كنت بتقول عليه ان انت تكون دايناميك، وانت بتقول دايما المدير بتاعك عايزك فليكسبل فانت بينزلك اصلا النهارده بكره خطتي ايه اصلا بالظبط. ماشي زي الفل واصل. وينزل لك الديسباتش بعد كده بتعمل ايه؟ خلاص بقى النهارده خلص، تاني يوم الشغل من 9 ل 5، الساعة 9 بتبقى في السايت، في قطع الغيار لو هتحتاج قطع غيار في السايت ده موجودة، التولز اللي انت محتاجها موجودة اللي هي النون ماجنتيك العدة الغالية جدا. بتروح تقضي يومك شغلك الطبيعي. طبعا مش كل الأيام بتشتغل من 9 ل 5، أحيانا بتخلص قبل 5 وأحيانا كتير تخلص بعد 5. هي دي الديناميكية. بص فيلد سيرفيس انجينير شغلانة بتحتاج شوية منك مجهود، بس زي ما نقول هي الأيام بتبالانس بعض، انت أيام ممكن تروح متأخر وأيام ممكن تروح بدري، يعني الأيام بتدي بعض يعني. صح. فممكن تروح شغلانة مثلا تلاقي نفسك مثلا هتغير قطعة غيار مش هتاخد نص ساعة أو ساعة، بتكلم الكول سنتر ايوه بس انا محتاجاني اسبورت حد او في حاجه معينه، لا مفيش، خلاص بتروح. في ايام بتتزنق في السايت لحد الساعه 10 و12 بالليل و2 بالليل. اقصى رقم جبته كنت مع باشمهندس اسلام سيف كان الساعه 10 بالليل احنا في تركيبه
انا اقصى حاجه حصلت معايا، رحت الاقصر، كان في صيانه قطع غيار هناك، صيانه دوريه وهغير قطع غيار. ورجعت من الأقصر. من الاقصر بقى طيران يعني ماشي. عشان بس عشان ما ما يبقاش اروحش الاقصر يموش. بالعربيه. رجعت الساعه 10 بالليل، كنت في مطار القاهره. في جهاز كان فيه مشكله، ماجنت هيلث يعني، مشكله لازم يطرح لها، اللي هي احنا كنا قلنا لازم ممكن اصحيك الساعه 12 بالليل اقول لك، في المنوفيه. فركبت عربيتي من المطار، طلعت على المنوفيه، خلصت الساعه 7 الصبح. ده كده أقصى. عاوز اقول لك وانا مروح، يعني انا كنت بنام وانا ايه، بس ده ما بيحصلش طبعا الا كل فين وفين يعني. ف اليوم بيبقى ماشي كده، بتنزل الشغل 9، وطبعا الكول سنتر هو بيبقى حاجز الجهاز، معاك التولز في العربية في الشنطة معاك ورا، التولز بتاعتك. ولو في تولز محتاجها، تولز ضخمة شوية او تولز اللي بيسبورت. هي شيرابل، اللي هي التولز اللي كلنا ممكن نحتاجها، دي بتبقى في المخزن. المخزن بيطلعها لك يوديها للسايت، وبتشتغل وخلاص. بعد ما تخلص بتروح، التولز العربية بتيجي تاخدها ترجعها المخزن. في أي أكتيفيتيز تانية غير السايكل دي، ولا يعني ما بتروحش الشركة؟ لو بص، هو مشكلة الفيلد سيرفيس انجينير ان معظم الناس اللي شغالين في الشركة ما يعرفكش. تاخدش مانجا، في مانجا هناك. كل ما حد اقول له ما بنشوفش المانجا والفراولة دي. فعلا انت قلما بتروح الشركة اصلا، انت كل يومك في الفيلد، وتخلص تروح. طبعا بقى لو في جاذرينج، في ميتنج، في انت خلصت ديسباتشك ومحتاج تروح تقعد في الشركة، تخلص كورسات، تشوف الناس، تعمل اي اكتيفيتي براحتك يعني، دي حاجة بتبقى راجعة ليك. زي الفل. كده مضحك بالنسبة لهم، او ان شغلك ماشي ازاي. دي هي نقطة جت اهي. طيب خلينا نرجع لورا خطوة صغيرة قوي كده. هل انت كنت حابب اصلا انك تشتغل فيلد سيرفيس، ولا لا كنت حابب مثلا مجال تاني، سوفت وير، كلينيكال، يكون عندك بيزنس، اي حاجة تانية مثلا غير كده، ولا لا؟ يعني عشان في ناس كتير بيبقى دلوقتي انا مش عارف انا عايز ايه كويس، فانا عايز اعرف الحتة دي منك. هل انت كنت كده برضو، ولا لا كنت عارف انت عايز ايه؟ بص، انا يعني خلال رحلتي في الأكاديمية وانا في الكلية وكده، انا كان نفسي اشتغل شغلانة فيها زي ما بنقول فك وتركيب، نفسي اعمل حاجة بايدي. فالسوفت وير زي ما كنا بنتكلم مع بعض، انا عندي اللوجيكال ثينكينج ده، بحب الطريقة دي في التفكير. بس ان انا اقعد اكود 8 9 10 ساعات في اليوم ده، دي حاجة صعبة جدا بالنسبة لي. في ناس تحب كده، انت مش حاببها عادي، او كل واحد حر يعني. بالظبط. فلا، انا كنت حابب اشتغل في حاجة بفك واركب واعمل حاجة بايدي. ف... فانا كنت حابب اشتغل، خلينا نقول صيانة فيلد سيرفيس ولا كلينيكال. بصراحة ما كانتش يعني، لو كان جالي حاجة كلينيكال كويسة، او لو كنت جات لي فرصة كلينيكال، ما كنتش جات لي فيليبس مثلا، اكيد كنت يعني انت كنت ماشي انك بتعمل اللي عليك في الكليه وفتره الكليه وكده، بس ما كنتش متوجه ناحيه كلينيكال ولا فيلد سيرفيس ولا شركه مالتي ناشونال ولا شركه ناشونال. احنا قلنا انت بتعمل اللي عليك، بتأهل نفسك لاحسن حاجه. احسن حاجه دي جت ولا لسه ما جاتش يعني، دي حاجه مش بايدينا خالص. بس انت بتعمل اللي عليك لاحسن حاجه. دي مهم جدا نذكر فيها كذا حاجه لو تسمح لي يعني. اتفضل. انت بتذاكر الثلاث اربع حاجات اللي احنا قلناهم، تكنيكال نوليدج، وبتظبط اتيتيودك. خد بالك، انت لو عندك مشكله في اتيتيودك ممكن تظبطها يعني. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. يعني ممكن لو عندك مشكله تعرف تظبطها بالتدريج وبالتدريب يعني. السوفت سكيلز بتاعتك عمال تظبط فيها، انت ماشي في كل ده بالتوازي. الانجليزي بتاعك عمال تظبط فيه. الاربع حاجات دول انت شغال فيهم وانت ماشي كده بالتوازي. ماشي. فاضل الحاجه الخامسه اللي بتبروز بقى، ايه تفتكر؟ انا من وجهه نظري انا بيرسونال براند. انت تكون عامل نفسك، او الناس على نتورك يعني. ممكن نقول بلاش بيرسونال براند، خليها نتورك. هي دي نتورك. ماشي. حط البيرسونال براندنج جوه السوفت سكيلز، دخلها جوه السوفت سكيلز، وخلي الحاجه الخامسه هي النتوركينج. صح، النتورك. علاقاتك عامله ايه؟ لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده مع واحد
زميلي امبارح بيقول لي انا ببذل مجهود كبير جدا، ويعني وعامل فعلا شغل كويس جدا، بس مش شايف المردود او الناتج اللي انا عاوزه. ما عشان كده كنت بقول لك ان هو بيعرض نفسه وما بيعرضش نفسه. يعني شفت هي دي الفكرة. كنت عشان كده بقول لك بيرسونال براندنج مهم برضه، بيبقى ده اساسي. فسألت سؤال صغير خالص: انت علاقاتك في المجال ده عاملة ازاي؟ انا مفيش. خلاص انت جاوبت ما على فيش. نفسك. جاوبت على نفسك. صح. هو على فكره في مجال باي ما ميديكال نتورك بحبش خالص اسميها واسطة، ولا يعني حد يقول لك ده اشتغل في المكان ده عشان كان عنده واسطة. انت معارفك هي اللي هتشغلك. طب انا عايز اقول لك حاجه بصراحه. هو يعني في واسطه، لان انا في تريننج كنت عايز انزله والله العظيم. مش عايز اقول الاسم برضه عشان ما يبقاش هو مكان كبير يعني، وأنا مش حابب، بس انا مش حاببهم بصراحه، انا مش عايزهم اصلا. اه كنت حابب انزل المكان ده قوي، وحد تاني نزل وعشان معاه واسطه، وانا ما نزلتش. وقدمت السنه الجايه قلت لهم كذا كذا وحصل كذا كذا، وانا عايز انزل تدريب معاكم، وبرضه ما يعني سخفوا برضه ما خدونيش. انا مش عايزهم برضه. طيب فانا قصدي الواسطه بتاثر يعني. جميل. اتلدعت انا سنه. في قاعدة صغيرة خالص، يعني انا بحب اقولها في موضوع الواسطة ده، امم وبحب اكتبها والزقها عندي في اي مكان انا ببقى موجود فيه: لو كان خيرا لايه توجه. لابقاه الله. صح. لو كان ده خير او ليك كنت هتوجده، كنت كان ربنا هيخليك في المكان ده. صح والله. مهما كان المكان ده حلو ازاي وكبير وايه ده انا كنت هتعلم حاجات جامده هنا وحاجات جميله وحاجات مش عارف ايه. انا بقول لك المكان اللي انا رحت اتطوع فيه ده وقالوا لي ايه ده انت طموح بزياده وافكارك غير واقعيه، وانا روحت زعلان وازاي، وانا كان نفسي اتطوع في المكان ده. رحت مكان تاني عن حاجات كسرت الدنيا يعني. صح، انا متفق معاك قوي. بس انا يعني لو هنقولها من وجهة نظري انا، هقول ان هي النتورك اهم بكتير من الواسطه. لان انا كل الحاجات اللي انا يعني بصراحه، كل اللي انا بقعد معاك مثلا، قعدت معاك قبل كده، صورت مع ناس تانية وكده، دي نتورك. دي نتورك، وانا ما جبتهاش يعني ما فيش حاجه اسمها واسطه، انا جيت لك نتورك اهو، يعني اتعرفت عليك وكده. بس الفكره برضو في حاجه بصراحه يعني بحسها دي مميزه قوي، خليها لو هو ياخد باله منها. خليك جريء، ما تبقاش كده بتكسف وتقعد ساكت وكده. لا عادي، ما فيش حاجه، ما فيش مشكله، تخش تكلمه. على فكره بقول لك المكان اللي رحت ده، رحت لهم وقلت لهم انا عايز رحت لهم في المكان، فاهم اللي هو قلت لهم انا اسمي وسام شحاته، عايز اتدرب وكذا كذا، وعملت كذا 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 مش عارف ايه، وعايز كذا تدريب معاكم. فهم ماشي ماشي، وهات رقمك واحنا بنكلمك وكده، وما كلمنيش وكده. وبعد كده رجعت لهم تاني وعرفت في ناس نزلت يعني، فهو ده اللي ضايقني. بس انا قصدي ايه، انا ما اتكسفتش، انا رحت المكان وعادي قلت لهم انا اسمي وسام شحات وكذا كذا، عايز التدريب، ايه المشكله يعني؟ وهم ريجكتد هو في الاخر عادي. الصفه اللي انت لسه قايلها دي يمكن دي من الحاجات المهدره اللي ما بتتقالش. بالظبط والله العظيم، والله بقول لك فعلا ما تتكسفش خالص تعرض نفسك، ما تتكسفش تعمل كونكشنز جديده. كنت بروح كان اسمه المؤتمر اللي هو بتاع التوظيف ده، فاكر انجينيركس لو حضرته؟ كان معمول مؤتمر اسمه انجينيركس، مؤتمر توظيف. اي حد ليه علاقه بهندسه، الشركات موجوده والناس موجوده والهايرنج اتش ار موجودين، زي النتوركينج كده. روح احضر مؤتمرات من دي كتير، ولازم تبقى مدرك اصلا ان في حاجات من دي، والمؤتمرات الخاصه بالميديكال اكتر كمان افريكا اكس كون لما كان معمول في ارض المعارض، روح احضر الحاجات دي. ما تتكسفش تدخل قاعد تقول له السلام عليكم انا فلان الفلاني، حضرتك شركه ايه؟ انا لسه خريج، انا لسه في كليه كذا. الكونكشنز اللي انت بتعملها دي هو توتر دقيقه، بس بيفرق، بس هيعمل ايه قدام؟ صدقني ماجيك هابنز جوه. صح والله. هي خلاص، هي اجابتك وضحت. هي النتورك اهم هي في واسطه بس بسيطه والله، بس هي بسيطه فعلا. هي مش بقول كده مجمله، لا هي في واسطه بس بسيطه، بس النتورك اهم بكتير قوي قوي طبعا. ولو انت خد بالك يعني، والله العظيم الحاجه دي مجربه شخصيا يعني، لو انت النتورك وصلتك لمكان بتنافس انت واحد جاي واسطه وانت اشطر، هياخدوك والمكان ده محترم، شرط اهو. المكان ده محترم، انت اللي هتتاخد، والواسطه ده هيقولوا له 100 حجه. في الاماكن المحترمه بجد دايما، لا خلاص هو الكفاءه اكتر بكتير. خلاص في حد شاطر شطارته هي اللي جايباه هنا، وفي حد شاطر واسطته هي اللي جايباه هنا. خلاص بقى انا هشوف مين اقوى فيكم. الشاطر اللي جايباه كفاءته، لا تعالى. وبتاع الواسطه ده هقول له اي حاجه تبرر ان انا ما خدتش. متفق معاك جدا جدا، كل الاماكن الكبيره فعلا كده.
ماشي. انا كنت سألتك السؤال اللي فات ده اللي هو انت كنت حابب تعمل حاجة تانية او كده ولا لا، عشان كنت عايز اسألك في جزء تدريبات. هل الناس تنزل تدريبات من وجهة نظرك؟ يعني ينزلوا تدريبات في اي حاجة؟ يعني ينزل مرة كلينيكال، مرة ينزل سوفت وير، مرة يخبط في حاجة تانية، مرة يخبط في السيرفيس مثلا، كل حاجة كده. وبره بايوميديكال كمان. خلينا متفقين ان انت اي فرصه تجيلك، طبعا اي فرصه بايوميديكال كلينيكال، حاجه ليها علاقه بالسوفت وير، حاجه ليها علاقه بالفيلد سيرفيس، حاجه ليها علاقه بالسيلز، حتى لو انت مش مهتم هتظبط لك النتورك مم. وهتتعلم حاجه. هتستخدم الحاجه دي امتى هيجي ما هيجي تعرفش، وقتها. بس انت في هنا فاليو هتضاف ليك جديده انت ما تعرفهاش. فانا من النوع اللي بقول للناس وبقول لنفسي دايما، في كورس critical thinking، مم. في كورس رسم. والله العظيم، والله العظيم الحاجات دي فعلا بتفيدك، سواء بشكل واعي او بشكل لا واعي. يعني Subconscious. انت ممكن تروح تحضر كورس رسم فيعلمك ازاي تفكر بطريقة ابداعية مثلا، فده ينعكس في شغلك. انا بدل ما اروت الكابل ده من هنا هروته من هنا، وهيبقى افضل ومش هيعمل مشاكل ومش هيعمل كروسات مع كابلات تانية. انت مش عارف الحاجة اللي انت بتتعلمها دي هتفيدك فين، بس هي هتفيدك. بس يعني لو هنقول طبعا مثلا أولوية أولوية طبعا للمجال بحاجات بتاعك. البيوميديكال، بس ياخد كلينيكال وياخد كذا وياخد اه كذا، يجرب كتير، صح؟ بالظبط. ماشي، متفق معاك. بما اني قلت كورس رسم عشان الحتة دي مش عارف هنروح لها ولا لا، لو مم. عندك هواية والحاجة دي هتنعكس عليك في شغلك. لو عندك هواية اوعى تيجي عليها علشان الشغل، يعني اوعى تطمسها علشان الشغل. مم. لو عندك حاجة بتحب تعملها، ترسم، بتلعب كورة، بتعزف، بتلعب شطرنج، نمي هوايتك. لانه الورك لايف بالانس لو ما حصلش هتبرن اوف. انت هتبرن، هتزعل قدام شويه. صح، ما بتقدرش تكمل كتير يعني انت مش مرتاح، مش هتقدر تكمل كتير في نفس الوضع ده، هتستحمل شويه بس هتتعب. بالظبط. بس دي حاجات ايديال قوي برضه يعني. دايما الورك لايف بالانس هيتداس. انت كده كده هتداس، صح. بس انت خلاص انت بقيت ورك بس مش هتستمر كده كتير، وخلاص. لا حاول ترجع، حاول يعني حاول تبالانس. اعمل اي اكتيفيتي بالانس معاك. آه، الجزء بتاع الجي بي اي، هل الجي بي اي انتوا بيفرق معاك ولا ايه الدنيا؟ مش عارف. انا اقول لك على حاجه، يمكن دي مش لازم حتى تجربتك، يعني لو هي في العموم انت انا اقول لك انت ادرى مننا، فاهم قصدي ايه؟ ردا على سؤالك، بيفرق. مم. طبعا بيفرق. يعني انا لو حد بعمل لك انترفيو اكيد ابص على الجي بي اي بتاعك اشوفه عامل ايه. مم. بس لو انا حد شركه محترمه مم. هبص على هو حياتك الجامعيه كانت عامله ازاي اصلا كلها. مم. ليه؟ انا ممكن يعني انا والمفروض اي شركه محترمه، مش انا بس، يبص هو الشخص ده كان ممكن يكون كان عنده قصور في حته فلانيه في وقت معين من حياته، مم. وخلاص اول ما المشكله دي اتحلت هو ظبط. ممكن يكون كان عنده دكاترة رخمة في كليته. يعني انا اقول لك على حاجة، انا كنت اشطر واحد في جيلي في الرياضة، مش بقولها فخرا ولا حاجة، انا كنت مم. اشطر واحد في كليتي في الرياضة مثلا، كنت مم. بحبها جدا، بس عمري ما جبت فيها اكتر من مقبول. ليه؟ مش عارف مم. يعني. وكنت بدخل الامتحان والله العظيم فعلا، يعني انا زي ما كنت بقول لك كنت بشرح لزمايلي الرياضة، وعمري ما جبت فيها اكتر من مقبول. هو يعني خلينا نقول في دكاترة بتعمل ليميت للتقديرات، في يعني في امتحانات بتبقى طويله جدا، انت عمرك ما هتجيب اكتر من كده، اكتر عمرك حاجه ما بتضايقني هي هتطلع. الحته دي، شفت بيلعب على ايه الدكتور؟ دي حته يعني انا عايز اقولها بس معلش، الحته اللي بتضايقني فعلا ساعات الدكتور يجيب لك امتحان يعتمد قد ايه انت سريع في الحل، امتحان طويل، مش معتمد على انت قد ايه بتفكر بطريقه ابداعيه، او انت بتجيب السؤال ازاي وفاهم ولا يعني انت فاهم ولا لا. دي خليها ليك، يعني مش عايزك فاهم ولا مش فاهم، انا ماليش دعوه، انا عايزك تحل اول ما تشوف السؤال ده تقوم كاتب الاجابه بتاعته وهكذا، ما تفكرش بسرعه بسرعه. هي بتحصل كتير، ماشي، ممكن يكون عشان يمنع الغش وكده، بس انا بشوف ان الدكتور اللي هو بيحط امتحان مش يعتمد على التفكير ويعتمد على قد ايه انت مستوعب الموضوع ده، مهم. ما بحبهاش، بحس ان الدكتور ما حطش امتحان صح.
يعني بما اني ذكرت لك الرياضه سريعا كده، انا في سنه من السنين كنا بناخد differentiation وانتجرالز. فالامتحان انا داخل اي سؤال هيجي ان شاء الله هحله، وانا من النوع اللي بيحل بسرعه. بس مع خلاص مع كتر الممارسه. مذاكر وسريع. ماشي. وقسما بالله كنت داخل سباق في الورقه، انا كل الاسئله دي هعرف احلها وانا بحل بسرعه، وسباق حرفيا. انا طاير بالقلم في الورقه. ولسه في سؤال كامل ما رحتلوش والوقت خلص. فهمت. فهو ده تعجيز. هو بيبقى عايز يعمل نورمال يعني ديستريبيوشن كده يعني هو انتوا مش هتغشوا، واللي هينجح ده هيبقى كان طاير في الورقه. ماشي. احنا عدينا المرحله دي خلاص. الحمد لله. انا لسه فيها، الحمد بس لله لسه عارفينها. انت عديت منها الحمد لله. ربنا يطلعك منها على خير. يا رب. ماشي. فهو يعني علشان نقول احنا كنا بنقول الكلام ده ليه، الجي بي اي في عوامل تانية هي اللي بتأثر فيه. لازم انا اكون مدركها ونتكلم فيها مع بعض. يعني مثلا انت وسام مثلا، ايه ده وسام فعلا شاطر والتكنيكال بتاعك كويس والسوفت سكيلز بتاعتك، بس الجي بي اي بتاعك يا وسام واقع ليه كده. هنتكلم فيها مع بعض. لو في ريزون كويس ان انا خلاص انا ايوه الجي بي اي بتاعك واقع علشان مشاكل تانية، تمام. يعني مثلا انا في مواد واقع فيها بسبب ان حصل مشاكل بيني وبين الدكتور مثلا، مش اتيتيود مني، لا هو يعني الدكتور عنده مشكله والمشكله دي عملت مشكله ما بيننا. انا يعني علشان نقول ان الجي بي اي مش انا الجي بي اي بتاعي 2 وكسر. وشغال في فيليبس. بس عاوز اقول لك على حاجه. انا قلت لك ان انا كنت متطوع، والحته دي هنبروز بيها حته التطوع، عشان الحته دي مهمه، عشان الناس بس ما تروحش ما نقولش ده باشمهندس محمد قال التطوع مفيد وبتاع فهنروح نتطوع وننسى الكليه. انا واحد كانت كليتي في المنوفيه، هندسه منوفيه، وانا من الشرقيه. كنت الحاجات اللي انا كنت اعملها لك دي في القاهره، كنت متطوع في القاهره. فهنقول حاجتين مهمين جدا جدا. انا كنت بقول لك الحماس اللي انت اللي موجود عندك وانت صغير دلوقتي وانت في الكليه، اوعى يضيع كده في الفاضي. استغله. انا صديقي كنت بطلع من الشرقيه الصبح، اروح المنوفيه احضر الكليه، وبعد ما اخلص اجي القاهره تطوع، وبعد ما اخلص ارجع الشرقيه انام. متوسط عدد الكيلومترات اللي كنت بمشيها في معظم الايام كان 500 كيلو في اليوم. 500 كيلو في اليوم. طيب احنا كنا بنقول اللي عايز يعمل حاجه بيشوف التولز او الحاجات اللي ممكن تساعدك انك تطلع باحسن اوتكم. انا كنت بعرف اسوق، فكنت جايب بايك عشان اعرف اعمل دي بي. يعني انا لو رحت من الشرقيه للمنوفيه، المنوفيه للقاهره، من القاهره للشرقيه دي مواصلات مش هعرف اعملها. فقمت جايب بايك وخوذه وسيفتي، وكنت بعمل ده. انا كان عندي الطاقه دي. انت لو قلت لي اعمل ده دلوقتي اقول لك انت مجنون، عمري ما اعمل كده، عمري. في باشن بالظبط هي دي باشن. ولما ببص على نفسي اقول ايه ده، كنت بعمل كده ازاي؟ كنت متطوع في اصدقاء زويل الزقازيق، مع سبريدور سكيلز في القاهره، مع نيتيفز في المنوفيه، وشغال في مسابقات روبوتكس واي تريبل اي. الطاقه اللي عندك وانت في الكليه دي فرغها في شغل، فرغها في شغل. فالحماس اللي عندك وانت صغير ده مش هيجي تاني كتير، مش هيجي تاني لما تكبر كتير خالص، ولا يعني مش هيجي بنفس الطاقة. مش هيجي بنفس الطاقة دي. هيبقى عندك الحماس ده، بس الطاقة الكبيرة قوي دي مش هتبقى موجودة، وجسديا مش هتبقى موجودة. فهمت. انت جسمك بيخونك بعد شوية. احنا كسرنا الثلاثينات وزعلنا. طيب الحاجة التانية manage your time. انا رحت اتطوعت، كانت التجربة جديدة بالنسبة لي، كنت بسرح قوي في التطوع لدرجة اني بعدي في المواد في الكلية بمقبول بالعافية. بالعافية اروح اذاكر اخر اسبوعين 3 اسابيع، بقعد مع نفسي اقفل على نفسي من الجامع للكتاب ومن الكتاب للجامع.
فجيت في فتره خلاص بقى يعني انهمكت في التطوع لدرجه اني جيت على الكليه، فبقول لك كنت بعدي بمقبولات بالعافيه. جيت بعد كده بدات ايه ده، لا فرمل شويه، وانت لازم لو اتطوعت تبقى مفرمل من الاول، تعمل بالانس بين الكليه وبين التطوع، ما ينفعش واحد فيهم يجي على التاني خالص. لانك لو رحت للتطوع ونسيت نفسك فيه هتقع في الكليه. وياما ناس كانوا معايا في الكليه وانتوا هتشوفوهم كتير بيروح يتطوع وينسى نفسه هنا ويسقط سنه ويبدا يفوق بقى، ايه ده، ايه اللي انا عملته في نفسي ده. توصلش الموضوع ده، لا غلط. لا بتوصل، انت ما غلط، توصلش بس غلط. في ناس بتوصل. فلما تتطوع اعمل البالانس ده. طبعا بعد شويه بقى بدات اقول لا، يعني التطوع لازم يبقى ليه حدود معينه، ما يجيش على الكليه. بس يمكن ده اللي فرق معاك على فكره. تقديراتي بدات تظبط بقى. كمل. يمكن ده اللي فرق معاك، قصدي لما هم جم يعينوك في الشركه وما شافوا شخص هيقدر ان هو يفيد في الموضوع اللي احنا عايزينه فيه. يعني احنا مش مهم عندنا الجي بي قوي، كده هنعلمه الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها، عايزين شخص ذكي بس يقدر يتعلم وكده. وركهوليك. احنا لقينا بقول لك 500 كيلو في اليوم بس كده هو ده اللي احنا عايزينه. وانت قلت لي برضو فوق ان انت بتحب اصلا جزئيه ان انت مش حابب تشتغل في مكتب ومش حابب انك يكون في مكان ثابت وكده. دي بترجع للباشن بتاعك بقى، او انت الانترست بتاعك، انت عايز تشتغل في شغلانه عامله ازاي. انا قلت لك انا بحب السفر وبحب اني اشتغل في حاجه فيها حركه، وكل يوم بموقف جديد، بعطل جديد، بناس جديده، حاجه مش روتينيه يعني. طب انا كنت حابب اعرف منك برضو ايه الفرق بين احنا قلناها بس ما قلناش قوي، يعني المالتي ناشونال واللوكال وكده الشركات، يعني حتى لو خليها على الفيلد بتاعك، يعني انت كمثلا راديولوجي عموما. ايه الفرق بين المالتي ناشونال واللوكال؟ السيستم. ان هنا في سيستم مفيش سيستم. المالتي ناشونال في سيستم، انت عارف حقوقك، عارف حدودك، عارف واجباتك، وفي كي بي ايز بتقيس ده كله، اللي هي الكي بيرفورمانس انديكيتورز. انت اصلا بتتقيم على كي بي ايز، والشركه بتتقيم بكي بي ايز، وكلنا شغالين عشان نعمل اللي بيفت مع الكي بي ايز دي. ممكن نتكلم في الكي بي ايز سريعا قدام ماشي. علشان بس الناس تبقى فاهمه. اصل انت لما تشتغل هيبقى اللي بيحكمك الكي بي ايز. انا ما كنتش اعرفها في الاول بس سمعت عنها في مره حد قال عليها. بالظبط. فهو في سيستم بكي بي ايز شغاله. لو حابب تقول عنه تفاصيل، يعني حابب انك تقول مثلا نبذه سريعه كده عنه. تمام. هنقول بس انه في اللوكال، يلا احنا عندنا شغل النهارده فالدنيا بتبقى شويه، وفي والله شركات لوكال محترمه وشغاله بسيستم محترم. مش كل اللوكال فعلا. شغاله بسيستم محترم. وبتفرق طبعا في السالري. في اللوكال كويس. يعني في الشركات المالتي ناشونال بتدفع السالري ده عشان هي بالسايز ده. الشركات اللوكال هي بالسايز ده فبتدفع بادجت تاني مختلف. مختلف خالص. نروح بقى لموضوع الكي بي ايز. انت كمهندس او كشركه مثلا، احد الكي بي ايز اللي احنا بنشتغل عليها وبنتحاسب عليها اللي هي تايم تو سيستم اب مثلا. عندنا كي بي اي اسمه كده. وانت اصلا عايز تقلل، انت مهمتك انك تقلل الداون تايم. بالظبط. احنا عايزين نقلل الداون تايم، عايزين نقلل الوقت اللي الجهاز ده عطلان فيه مش شغال. فانت الجهاز اول ما الكول سنتر بيسجله داون بيبدا تايم يعد الجهاز ده بقى اب تاني امتى. طبعا كل ما الكي بي اي ده ادائك فيه يبقى احسن، كل ما انت ادائك احسن، ادائك كشركه. صح. تمام. طبعا المهندس هو اللي بيعمل، هو اللي بيشتغل، فهو المسؤول عن الموضوع. طيب كي بي اي تاني مثلا فيرست فيزيت فيكس. انت حليت المشكله من اول زياره، وده بيخليك خد بالك الفيرست فيزيت فيكس بيخليك شويه تتعلم تبقى مهندس منظم وذهنك حاضر. انا رايح على عطل كذا، كل التولز معايا، كل التولز، كل القطع الغيار اللي سسبكتد ان هي تبقى فانا هروح زياره، خلاص انا معايا التولز اللي هحتاجها. مش هحتاج ايه ده انا مش معايا التول دي، طب هنيجي نكمل بكره. ايه ده قطعه الغيار دي مش معايا فهطلبها الاول
لا، انت رايح معاك كل حاجه، هتشتغل فيرست فيزيت فيكس. انا من اول زياره حليت العطل. فهمت صح. في وان بارت فيكس، ده كي بي اي، اه. اللي هو انا حليت العطل بقطعه واحده، قطعه غير واحده. مم. طبعا دي مش بايدك، بس دي يعني مش بايدي بتفرق فعلا، كنت عايز طبعا. اقول كده. فهي دي الكي بي ايز. انت قيم لازم عليها بناء. لازم تتقيم بتتقيم بناء على الكي بي ايز بتاعتك دي عامله ازاي. يعني احنا مش شغالين كده وخلاص. مم. الكي بي ايز دي لو حلوه يبقى اداء الشركه كلها حلو، الكي بي ايز دي لو وحشه يبقى احنا جايين بنلعب هنا بنهزر. فهمت وصل. طيب كنت عايز اسالك سؤال كمان برضو، الجزء بتاع الشغل بره مصر، ايه الدنيا بقى في السفر بره، الشغل بره. مرتبات احسن، سيستم احسن. احسن من كل اللي احنا قلناه ده. هو كان بيقول له ايه؟ لو تعرف اهرب اهرب. بجد. بص، انا يعني الحمد لله شغال في فيليبس، ف يعني الشركات المالتي ناشونال الحمد لله كويسه. لو جات لك فرصه بره مصر فهي سالري افضل اكيد طبعا، خصوصا في التغيرات العملات الايام مم. دي هتبقى فهو سالري احسن. وكمان الماركت ستيبل اكتر، لان يعني الماركت في مصر مش ستيبل خالص. الاحداث اللي بتحصل بتاثر فيه جامد. طبعا احنا يعني نتمنى ان شاء الله في المستقبل ان الوضع يستقر و... والدنيا تبقى انت ما احسن من جربتش كده. تروح لسيلز صح؟ خالص. لا. ما حبيتهاش اصلا صح؟ يعني ما جاتش فرصه. ما جاتش فرصه، لان انا قلت لك انا كنت شغال في حاجه شويه ليها علاقه بالسيلز، امم. فحاسس ان انا لو رحت هناك هبقى كويس كويس. برضو. بس لا. ما جاتش. وكمان انا بحب افك واربط، ولو رحت سيلز مش هعمل كده، فلا. بلاش. طيب هل بقى حضرتك سعيد في شغلك ولا لا حاسس انك مش سعيد؟ اسعد واحد في الدنيا، لان شغلي هو كان شغفي زمان. اللي انت حابه ان انت حابب انك تشتغل انا اقول حاجه بالشكل ده. قد تكون مثاليه لبعض الناس، بس هي بالنسبه لي مش مثاليه خالص. الدكتور عمرو الفص في محاضره لي، المحاضره اسمها معا نستطيع، هي محاضره ساعتين على اليوتيوب، ادخلوا كلكم اسمعوها، هتفرق كتير جدا في عقليتك يعني. امم. كان بيقول ايه؟ انت لازم تدور على شغفك. ايه هو شغفك؟ هو الحاجة اللي انا لو قلت لك هتشتغلها من غير ما تاخد فلوس تقول لي اه هشتغلها. انت ممكن تشتغل الحاجة دي من غير ما تاخد فلوس، اه هشتغلها. امم. الحاجة اللي وانت شغالها ما بتبصش في ممكن الساعة. ما بتبصش في الساعة، دي مظبوط. ممكن تنسى ميعاد وجبة مثلا ومش حاسس ان يعني ايه ده ميعاد الغدا جه وفات، وانت لا مش حاسس، انت مندمج ومنهمك فيها. ماشي. انا الحمد لله شغال الشغلانة دي انت حكيت معايا بالنسبة لي. ان انت كنت حابب اصلا انك ما تبقاش في اه مكتب وحابب انك تنزل. بالظبط. فانا حابب اشتغل في حاجة بايدي، وكمان شغلانة باي ميديكال شوية. وانا ايام الكلية من ضمن الحاجات اللي اصلا خلتني اختار باي ميديكال ان انا يعني ربنا حطك في مكان، انت الجهاز ده لو صلحته ساعة بدري فانت بتزود فرصة مريض انه يشفى ساعة بدري، دي حاجة بتزود فرصة مريض انه ما يموتش، بتزود فرصة مريض انه اهله يشوفوه احسن. يحصل له دايجنوز، فيقدر الدكتور ياخد ديسيشن صح، فيقدر ان احنا. بالظبط. ولو كلينيكال، انت لو جهاز عطلان مش شرط جهاز اشعة، جهاز فينت مثلا انت صلحته انت انقذت مريض انه يموت. امم. فانت شغال شغلانه بتسيف لايفز يعني. زي الفل. اخر سؤال معانا لو انت رجع بيك الوقت تاني لايام الكليه تاني او كده، في حاجه كنت تعرف تغيرها او تنصح؟ يعني هي دي كانت بتبقى كلمه للطلبه او الناس اللي اصغر منك لسه، اللي هو احنا يعني تحب توجه لهم كلمه وكده، فممكن نقولها بشكل تاني. لو انت رجع بيك الزمن كنت يعني تنصحهم بايه تاني لو انت كنت رجعت تاني كده؟ انت بقيت شايف الموضوع من بعد، فاهم؟ بعد بقيت مم. باصص من فوق اللي هو بيرد فيو كده، الموضوع ماشي ازاي؟ طيب لو هنخليها لو رجع بيا الزمن، ماشي. ايام الكليه كتير كنت مش مدرك ان في يوم من الايام هبقى محطوط في
في شغل ومسؤوليه وكده. في اي وقت فراغ كنت بس يعني كنت بخليه ترفيهي اه قدر المستطاع يعني. يعني الواحد ما كانش مدرك انه في وقت من الاوقات هيحتاج الوقت اللي هو ضيعه زمان ده، كان يذاكر فيه حاجة افضل، يحسن من شخصيته اكتر، يعمل فيه علاقات، يروح ايفنتس كتير من الايفنتس والمؤتمرات والحاجات اللي ليها علاقة بالمجال. يعني كنت بكسل اروح، لما واحد زميلي يقول لي لا يا عم مش في كذا لازم، مش عارف ايه، خلاص مش لازم. حاولوا تخلصوا من الشخص ده اللي هو الشخص المثبط ده، يلا نروح يا عم انت. على فكرة انا هفكس كتير جدا يعني من من الناس اللي حواليك بيعملوا الدور ده، اللي هو يقول لك يا عم انت فاضي، يا عم كورس ايه بتاع، يا عم اقعد، يا عم تعالى نتغدى يا عم. عموما انا هفكس بكره، فانت شوف انت عايز تعمل ايه. بالظبط. بتحس ان انت طبيعي ان انت تفكس بصراحه. يعني في الاول كانت من المشاكل اللي تقابلني انه لما الشخص اللي معايا انا معتمد عليه انه يروح معايا، خلاص مش هيروح فانا ما اروحش. بعد كده اتعلمت انه لا، لو انا ما رحتش من لوحدي انا الخسران. فانت دوس حتى لو لوحدك يعني. هناك هتروح تعمل علاقات هيبقوا معاك في الاماكن زيها. التانية اللي بعد كده. فهو وقت فراغك. تاني حاجة مهمة خالص هي مهارة التوثيق، documentation. كل حاجة بتحضرها اكتبها، كل شهادة بتاخدها اكتب التاريخ والوقت، كل تريننج بتاخده انا بعمل الحاجه دي اكتبه. والله لوحدي بعملها. الحركة دي لازم تعملها لأن الكلام ده أنت بتحتاجه في السي في. ولو اعتمدت على ذاكرتك غالبا هتخونك في معظم الوقت. عادي. وأصلا موضوع الدوكيومنتيشن ده هيفيدك في شغلك قوي. انت إنك الدوكيومنتيشن للحاجات اللي انت توثق عملتها. الحاجات اللي عملتها أو أحداث شغلك أنت لما مديرك يقعد معاك في آخر السنة يقول لك أنت عملت إيه طول السنة، لو أنت مش موثق اللي أنت يا نهار ابيض. عملته فهتقعد تقول شوية حاجات كده اللي أنت فاكرهم واللي أنت مش فاكرهم. طب هو يقول لك لا انت عملت كذا عملت كذا عملت كذا. فالحته دي مهمه جدا. طيب في حاجه بالنسبه لي بسميها مثلث الشطار. انت الكليه محتاجه منك 3 حاجات: الساينس، النوليدج اللي انت المثلث ده ارسمه عندك واشتغل عليه. الساينس العلم اللي انت في مجالك. السكيلز بتاعتك انت، السكيلز دي زي الابلكيشنز اللي على الموبايل كده، تعرف تعمل ايه. البرسوناليتي بتاعتك. ظبط ال3 دول انت زي الفل. انت زي الفل. تمام. طيب اخر حاجه مهمله وملهاش علاقه ببيوميديكال، اتعلم المينيمم بتاع العلم الشرعي عشان بس وانت شغال تبقى عارف انت مركزيتك ايه. طيب النقطة دي أنا عايز أعرف مكان فين أو يعني بلاي ليست مثلا معينة. حلو. أنا هقول لك يوتيوب سيريز. أيوه. أرجوك النهاردة ابدأها وما تسيبها. هو يعني ما شاء الله عليه هو مش هيسيبك إلا لما تخلصها. بالليل الساعة مثلا 12 وأنت جاي بتنام حطها في يا صديقي بالليل وأنت بتنام وأنت راكب في المواصلات. أنا خلصتها في العربية. ماشي. إيه هي بقى؟ ما لا يسع المسلم جهله، دي خلصها. هو ده بوك تقريبا صح؟ ده بوك ومعمول أوديو. تمام. سلسلة تأسيس وعي المسلم المعاصر لباشمهندس أيمن عبد الرحيم. ماشي. دي تنفع للمسلم والغير مسلم على فكرة. تأسيس وعي المسلم المعاصر. ماشي. السلسلة دي ابدأها ما تسيبهاش إلا ما تخلصها. لازم تخلصها، هتصلح حاجات كتير جدا في دماغك. تمام. هما الاتنين دول أكتر حاجة. أنا ماشي. أقول لك على حد بقى تسمع له البلاي ليست بتاعته كلها، دكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. احنا كل الكلام اللي فات كنا بنظبط لك اللي ليه علاقة بشغلك. دنيا. انا عايز اللي ليه علاقة بدماغك. انا عايز اظبط لك السيستم اللي هنا الاول، علشان السيستم اللي هنا لو ظبطته، عارف انت اما تنزل سوفت وير نظيف وتحط بقى ابلكيشن بايوميديكال عليه بس السوفت وير كويس هيريحك وهيبقى سريع معاك وهيبقى مخليك عارف امكانياتك
وعارف مركزيتك وعارف انت موجود ليه. تابع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، اكتب في النوت. هو بيكتب. واسمع سلسلة تأسيس وعي المسلم المعاصر لباشمهندس أيمن عبد الرحيم، واقرأ كتاب ما لا يسع المسلم جهله. نعم ده على فكرة أنا كمان عايز، أنا بصراحة حاسس الحتة دي مهملة برضو بالنسبة لنا احنا. الكلية بضغط علينا جامد قوي. الكلية فعلا ضغط عليك جامد، بس احنا مش ككلية بس، هي كباكج كله بتاع الكلية ده حياتك مضغوطة اصلا. الحياة عموما الايام دي بقت مضغوطة ليه مش عارف. بس فعلا من الحاجات اللي احنا طلعنا ولقينا نفسنا واقعة مننا وما لقيناش حد يجايد يعني يرشدنا فيها كويس، انه اسمع ايه، اعمل ايه، اتفرج على ايه. وانت بقى انت وحظك قابلت حد ما قابلتش. يعني مثلا وانا ايام الكلية قابلت حد فعرفني على مدرسة الشيخ العمود مثلا، بغض النظر عن ان هي مقفولة دلوقتي، بس كانت عارف انت احنا شباب عايزين حد يكلمنا بلغتنا، والمكان ده موجود بس احنا ما نعرفوش. لا، ادخل على اليوتيوب اكتب مدرسة الشيخ العمود وشوف دورة ابدأها. ما تغلطش غلطة الناس اللي بتبقى في البدايات. يعني احنا مثلا قلنا كورسات اونلاين، تدخل الله ده في كورس 2 3 4 تسجل فيهم 4 ما تعملش حاجة. الله تأسيس وعي المسلم المعاصر، دورة واعي مثلا بتاعت وفقه النفس بتاعت الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي، ايوه هبدأ في دي فيديو ودي فيديو ما تكملش وتلاقي نفسك حسيت بالإحباط انك ما خلصتش ولا واحدة، فخلاص تسيب ده كله ما تعملش فيه حاجة. فلا، انا عايز اقول لك حاجة واحدة لازم تعملها قبل ده كله. خد كورس تعلم كيف تتعلم اللي هو بالعربي على منصة رواق، أو خد كورس learn how to learn على موقع كورسيرا اللي هو بتاع باربرا أوكلي وتيري سينوفسكي. الاتنين دول لازم تاخد واحد منهم قبل ما تعمل أي حاجة. يعني أنت النهاردة سجل في كورس learn how to learn، زي الفل، ماشي وخلصه. كورس learn how to learn احنا بنقول لك نزل سوفت وير يظبط كويس. learn how to learn ده بقى يعني هو التول اللي بتشغل ده كله. انت بدل ما بتقعد تحارب في كورس مش طايقه ولا طايق اللي بيشرح ولا طايق نفسك ومتضايق ومش بعرف اذاكر، مش بعرف انظم وقتي في المذاكره في الكليه، حاسس ان انا مضغوط، لا learn how to learn هيظبط لك الحته دي كويس قوي. وتعلم كيف تتعلم طبعا الاستاذ احمد الازهري استاذنا وشيخنا هيظبطها لك برضه. بامانه فرحت قوي ان احنا كنا مع بعض النهارده. ربنا يخليك، انا فرحت اكتر. تسلم بجد والله على معلوماتك ووقتك، ويا رب يكونوا استفادوا ان شاء الله باذن الله. ونورتنا بجد يا باشمهندس في البودكاست المتواضع بتاعي حبيبي. واعملوا حاجه وسام بيعملها دلوقتي اتمنى كل الناس تعملها. كان دكتور طاهر نصر حد من اللي كنت بحضر لهم بيقول لك انت مش مبسوط عشان انت بتخليش حد مبسوط. فالفيديو اللي انت بتساعد بيه الناس ده، الناس هتبقى مبسوطه ان هي في حد بيقدم لهم الحاجه دي. انتوا كمان ساعدوا حد باي حاجه، اي حاجه في ايديك تقدر تقدمها للناس اللي حواليك، لاهلك، لاصحابك، على قدر امكانياتك ساعد حد، وربنا هيديك المقابل الحلو قوي يعني. شكرا ليك والله ان انت سمحت لي ان انا ابقى معاك شويه دول واصدقكم. نورتنا والله. ربنا يخليك. واتمنى ان الناس تستفاد وتكون كتبت الاسامي والحاجات اللي احنا قلناها ان شاء الله، ويطوروا من نفسهم قدر المستطاع ويسيبوا بقى ربنا ان شاء الله كده ان شاء الله باذن الله. شكرا. حبيبي وسام.